حليم يا رزاق كريم، بسم الله. ايه الاخبار على شحتك؟ كله زي اللوز يا حليم. واقف بينا بقى عشان نلحق الطياره. ها بقول لك ايه يا راس حليمو؟ الله يخليك يا ريس، نفسي اشوف الحجاج وهم جايين من الطياره، والنبي لا تاخدوني معاهم. ما انت عارف يا طمان المعلمه ما بتحبش ايتها مخلوق يستقبلها وهي لسه راجعه من الحجاز، هي تجيلكوا هنا الحاره وانتوا زفوها بمعرفتكم بقى. تؤمر يا ريس حليمو. يلا يا عم يلا يا عم قبل ما حد تاني يظبط راجعين بالسلامه. سعادة الباشا صباح الفل. يا صباح الفل. الطياره اللي جايه من تركيا وصلت بالسلامه؟ وصلت من نص ساعة والركاب بتوعها دلوقتي هيخرجوا. الله يكرمك ربنا يخليك. شاكرين يا باشا. تعالى من هنا نستناهم. مش في داعي كيدهم تعملي شبوره مع بتاع الجمرك، الراجل كده بيأدي واجبه. وماله، بس لازم تخش عليهم الدخله دي عشان محدش يشك فيه. ده انت كده كأني على راس البطحه وبتقولي لي فتشني. يا اخويا بلا بطحه ولا تعويره، بس خلي بالك مراتك بتعمل ايه وبص لي. خلي قلبك جامد زي الحديد. الف حمد لله على الله السلامه. يسلمك الله يسلمك. مؤاخذة يا باشا، لا مؤاخذة. ده هياخد ما الشنط تقلقش. بس. يلا خش. الف حمد لله على السلامه. ماي باسبورت. هو اوكي ثانك يو. العفو على ايه؟ ثانك يو. الف حمد لله على السلامه يا معلمين. الله يسلمك يا حليم. انبسطتوا في تركيا كده ان شاء الله؟ الحمد لله كله تمام على ما يرام. الحمد لله ان ربنا جابنا بسلامه. اللي قول لي اهو يا حليم، نعمين يا معلمه. اخبار الدنيا هنا ايه في مصر؟ كله على قسط يا معلمه، محضرين كافه شيء، الطرح والمصاحف والسجاديد والسبح كله تمام. ايش تواد، انا عايزه شغل على ميه بيضة. عسل يا معلمه، احنا بنهزر. يا ست الكل على فيلا الصحراوي على طول. طبعا يا مخفي الاسم والصوت والصوره، انت مال هنروح فين؟ هنغير هدومنا ازاي عشان نخش على الحاره يا فاتك؟ اتفضلي يا حاج. يسلم يا حاج. اتفضلي. احبك كده وانت سهل. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يلا يا حاج. يلا. وحشتنا يا معلم. الله يخليك يا حليم. نورت مصر. حليمو عمين يا معلمه. امسك البلطو ده، عينك تبقى مفتحه عليه زي الفنجان كده، ده اغلى بلطو على مستوى العالم كله. ايه اللي عيني تبقى مفتحه؟ ده انا بقالي اسبوعين مستنيين. واحنا كمان زيك. انا جاهز. يا لهوي يا مصيبتي يا خرابي، ايه اللي انت عامله ده يا ابو البنات؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ لا كيدان، الله احنا مش حجاج وراجعين من الحج. ايه يا حبيبي راجعين من الحج؟ ده الكلام ده نلبسه في الصفا والمروه واحنا بنحج، مش واحنا رايحين الحاره. اطلع غير هدومك، يعني مش فهمش هما بيسرقوا شوفهم هما بيتحاسبوا. اطلع غير هدوم. بس هلبس ايه؟ انا حاطه لك الجلابيه البيضاء على السرير فوق يا حبيبي، يلا اطلع، مفهوم؟ طبعا. بقول لكم ايه يا شباب، خلي بالكم من المعلم حنفي، احسن ده كده هيودينا في 60 داهيه.
دي الزفه مختلفه متطوره على الاخر. ضمك يا بت داخله الحاره ولا كانها اليزابيث تايلور في فيلم كليوباترا، ولا ابوك المعلم حنفي جاي ينافش ريشه ولا كانه يوليوس قيصر في زمانه. لازم كنت تشوفيهم. مين يا بنتي انت وهي بطرة وقيصر اللي انتوا عمالين تتكلموا عنهم دول؟ يخرب بيتك يا امينه، طفي السيجاره، امك وابوكي وصلوا من السفر. هما وصلوا؟ اهلا. يا ساتر يا رب. يا بنت انت واكله تاتوره يا بنت، بقول لك ابوكي وامك وصلوا، طفي السيجاره بدل ما يشوفوكي يخلوا وقعتك منيله. اذا كان على ابوكي غلبان اكلفته باكله لحمه راس من النصريه، انما امك هي اللي قادره ومحدش يقدر عليها. يا اختي انا عارفه سجاير ايه اللي بتشربيها مقتكي ومخلياكي عامله زي المسمومه وطول الليل. مش احسن ما ابقى غاويه اكل وعامله زي الفيل ابو زلومه زيك؟ فيل؟ فين ده فيل؟ ما تبصي يا ماما على قوامي اهو، ولا غصن البال ده، انا خلاص ما بقتش عارفه امشي من كتر المعاكسات في الشارع. لو انت الصادقه ده انت عايزه شارع عرضه 60 متر اتجاه واحد عشان تعرفي تمشي فيه براحتك. بنت انت زودتيها قوي. الفادي اظلم يا ماما. عارفه لو ما سكتيش احطك تحتها وهبطاطك. تحطي مين جرايه انتوا وقعتوا هتمسكوا في بعض قدامي، انتوا اتهبلتوا. صدقوا لما ماما تيجي احكي لها على اللي حصل ده. لا يا حبيبتي بلاش ماما عشان خاطري. سمية يا حبيبتي احنا اخواتك وما تدخليش حد ما بيننا. لا والله. والله. دلوقتي عاملين فيها زي القطط اللي يشوفكم من شويه انتوا فاتحين صوتكم قد كده زي الكلاكس ما يشوفكوش دلوقتي. اما الادب حلو صحيح. ماما جت السيجاره يا بنت. يا ابتسام. ماما جت. يا امينه يا ولاد. على مهلك على مهلك. الحمد لله على السلامه حبيبه قلبي يا روح قلبي. الحمد لله على السلامه. وعدتوني. بلطكوا فين يا بنت؟ جوه يا ماما. يا امينه. نورتي بيتك وماما. امينه. انا اهو. انت فين يا حبيبه ماما؟ اهلا اهلا. وحطوني يا ولاد. مع السلامه يا حاج. حطيني يا حبيبتي وحطيني. هيا روح. اهلا 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 اهلا. قلت لكم وحشه ايه ده، كاني بقالي سنه ما شفتكوش. نورتي بيتك يا حبيبتي. يا حبيبتي منور بيكوا انت وبيا اللي يا وحشتيني رب. قوي يا ماما. ان شاء الله ما نتحرم من بس بعضين. بقى كلميني عن الزفه الملوكي لامي حبيبتي داخله هزت الحاره بيها. شوف البنت بتتريق على امك. لا مش ملوكي ليه؟ هو انا قليله ولا ابوكوا قليل؟ وبعدين احنا كمان ما احنا ملوك، احنا ملوك الحته. ده كده بقى لازم نقولك حمد لله على السلامه يا سمو الملكه. مبسوط؟ شايفه حنفي بنتك بتتريق على امها؟ لا يا ماما. امينه بتضحك معاك يا حاجه. قولي لي يا بسبوسه، كنت بتاخدي الدواء في ميعاده بقى ولا كنت بتنسيه عشان انا مش موجوده؟ لا يا حبيبتي كنت باخده في ميعاده طبعا، عمري ما نسيته. لا يا ماما حتى لو كانت بتنسى انا كنت بفكرها. انت فاكره حاجه غير الاكل وكرشك؟ بس بحبك، اعمل ايه؟ شوفي مين يا ابتسام على الباب. هو في شنط تانية طالعه ولا ايه؟ لا يا اختي، تلاقي الحلنبوحه اخته روحيه هي اللي طالعه تطمن علينا. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تضيعيش حسناتك يا حاجه. قومي يا بنت شوفي مين. حاضر يا بابا. اقعدي يا بت. هو انت كده اول ما جبت سيره المخفيه اختك تتقلب. انا ما اعرفش الولاده عامله لنا ايه، زي ما تكون بتسحر لنا. طيب استاذن انا بقى قبل ما المعركه تبدا. سلام عليكم. رايحه فين يا بنت انتويه؟ مش هتسلموا على عمتكم؟ يا بابا هي اللي راجعه من الحج ولا انتوا؟ وبعدين يعني ما هي في وش ليل ونهار مش هتلحق توحشني. هي اللي راجعه. طيب قومي بقول لك. حاضر يا بابا. مفيش كلام فارغ. يا حاجه يا حاجه ما تنسيش انت لسه راجعه من الحج. اتفضلي يا عمتي. ازيك يا ابتسام؟ الف صلاه الف صلاه يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا. الف حمد لله على السلامه يا اخويا. الله يسلمك يا روحيه. حج مبرور وذنب مغفور. احنا جايين عشان نقول لك حمد لله على السلامه يا حاج، وحمد لله على السلامه يا حاجه. الله يسلمك. حمد لله على السلامه يا خالي. الله يسلمك يا حنان حج يا مبرور بنتي. يا خالي. الله يخليها. اقعدي يا روحيه يا اخويا اختي، ربنا اقعدي. يكرمك دايما يا رب. حمد لله على السلامه يا طنط. تعيش يا حبيبه طنط. ايه يا حنان يا بنتي عامله ايه في الجامعه دلوقتي؟ كله تمام يا خالي، بس انا بقى عايزاك تدعي لي دعوه حلوه كده علشان اجيب تقدير السنه دي واتعين كده وابقى معيده في الجامعه. طبعا ان شاء الله هتبقي احلى معيده فيكي يا مصر يا حنان يا بنت روحيه البرنس. يا اختي بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. راجع يا اخويا من الحج وشك منور. يا اختي هو وشه منور وانا ايه مضلمه عليا غضب الله ولا ايه؟ هو ايه اللي مضلمه؟ جرالك ايه يا كيداهم؟ هو انت يعني رحت الحج ورجعتي ولسه حطاني في دماغك وزعقه؟ وانت مين يا اختي عشان احطك في دماغي؟
انا عندي حاجات كتيرة قوي مهمة اهم منك احطها في دماغي. ما تصلي على حضرة النبي امال. الف صلاة على الحبيب المصطفى. انا كنت جاي يا اخويا عشان ابارك لك بمناسبة رجوعك من الحج، وبالمناسبة يعني اشكرك على الشنطة الكبيرة اللي مليانة حاجات حلوة اللي جبتها لنا. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. الهي يا رب ما نتحرم من دخلتك علينا يا اخويا. هتتحرمي يا اخويا بعد الشر. الا قول لي، الحج السنه دي سمعت كده انه كان صعب وزحمه قوي. الحمد لله يا اخويا انك رجعت سليم. بالنسبة لي أنا وكيداهم ما كانش فيه زحمة. يا اخويا ربنا كرمك من وسع. اقوم انا بقى واسيبكم تروقوا مع مع بعض. السلامة يا أختي، مع ألف سلامة. ما بدري تقعدي يا اخويا ما انا هرجع تاني تكونوا فقتوا ورقتوا كده. قال على رأي المثل يا بخت من زار وخفف. لا وانت بتحسي وبتفهمي في الاصول قوي. لا انت عارفه كويس قوي يا كيداهم ان انا بحس وبعرف في الاصول قوي، وجاي عشان اعمل واجب. كتر خيرك يا اختي. فوتك بعافيه يا اخويا. ما بدري يا أختي، بدري. سلامة. خد أمك معاك يا حنان. خديها. جرى إيه يا كيداهم؟ في إيه؟ دي مهما كان أختي برضه. مش كفايه انك مقعده في قلب بيتي بلوشي؟ ما يصحش يا ماما، ما يصحش بجد اللي انت عملتيه ده في عمتي خالص يا ماما. بصراحه احرجتيها اخر احراج. أيوه قولي لأمك. هو انت كده ما تصدق ان يجي حد في صفك؟ جرى إيه؟ الله، هو إحنا في حرب؟ هي اختك كده لازم اوريها الوش البلاستيك. حكم دي تخاف ما تختشيش. وبعدين تعالى لي هنا، تعالى قول لي ايه موضوع الشنطه المستفه دي؟ جبتها امتى وازاي وفين؟ خدي بإيدي يا بنتي. تعالى يا بابا. ظهري تعبني وعايز سلامة ألحق العشاء. سلامة ظهرك يا حبيبي. عيشة. يا صباح الفل يا معلم. صباح الخير يا فؤاد. صباح الفل. ايه الاخبار؟ كله تمام يا سيدي المعلمين، الحمد لله. الف حمد وشكر ليك. السفيرة عزيزة رجعت امبارح ومعاها متعوس الراجع حامد. دول داخلين بحته زفه ملوكي. فاتتك انت اللقطه دي يا معلم. اخويا يعني كنت هشوف الامل. قول لي اخبار الفرن ايه؟ والله يا معلم الحال نايم. كام صنف اللي عملهم فرن كيداهم كان الجو مننا. طب ما نشوف الاصناف اللي بتعملها كيداهم ايه ونعمل هنا زيها واحسن. طب ما ننزل الاسعار يا معلم وهنسحب الرجل علينا. لا مش هي دي الفولة يا فؤاد. كيداهم طول عمرها حظها في رجليها، تحط ايدها في التراب يبقى دهب. مش هي دي برضو الحب القديم يا معلم؟ يا ريتني ما حبيت ولا اتنيلت. ليه انت مش قادر تنساها لغايه دلوقتي؟ تتبلت يا ابني. ده حاجه من قديم الزمن، بقى لها فوق من 40 سنه. وبعدين هو يعني اللي خلق كيداهم ما خلقش غيرها؟ امال ليه يا معلم مش راضي تتجوز لغايه دلوقتي؟ بصراحه حكايه كيداهم دي صدت نفسي عن صنف الحريم. وبعدين بيني وبينك ما لقيتش الحرمه اللي تكيفني، اللي تدخل قلبي كده من غير لا احم ولا دستور. ايوه يعني ربنا يديك الصحه يا معلم، بس برضه يعني العمر بيجري. عايزين نفرح بيك كده ونشوف لك ولي عهد. ربك يعمل اللي فيه الخير. ماشي يا سيدي المعلمين، اروح اشوف شغل انا بقى. ربنا يخليك لي يا حبيبي. نور جميل انت. ربنا يخليك. الله عدوي، في حاجة؟ لا يا ست كيداهم، بس هو في شغل كتير كنت جاي ده حنفي. طيب روح انت هو هيحصلك. ماله؟ وبعدين يا حنان؟ جدع اللي اسمه عدوي ده بصراحة بقى مش مرتاح له. ليه بس يا حبيبي؟ ده واد جدع وشايل الحمل عنك. بقول لك ايه، انا راجل دغري ودم حامي. بصراحة ما احبش الست اللي انا هتجوزها يفضل واحد باصص لها في الرايحة والجاية، خصوصا انك مش اي ست. احنا لازم نشوف له سكة ونمشيه من هنا. براحتك يا حبيبي.
الدوشه اللي هناك دي؟ مش عارف يا معلم، اروح اشوف في ايه. لا استنى، انا جاي معاك. يعني ايه يا اخويا الشقه اتأجرت؟ والألفين هي في اللي انا كعاهم راحوا فين؟ بص انت وهو، ده انا اوديكوا في 60 داهيه، مش انا يا اخويا اللي اتنصب عليا الدلعادي. جرى يا بنت انت، الله ايه الشبوره اللي انت داخلالنا بيها دي؟ يلا يا نصاب يا حرامي انت والراجل العره اللي جاي يخطف شقه من مره. بلاش قله ادب واتكلمي كويس. لو انت دافعه 2000 جنيه انا دافع 3 ومش هسيب الشقه دي غير على جثتي. بقى كده؟ طب اتشهد بقى على روحك. هي مين دي يا عم؟ ما تتكلم يا عم دماغك. تعالى لي بقى. يلا بقى. الله 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 الله، هو في ايه يا عيال؟ تعالى يا معلمه. اوعى واد التوابه، في ايه؟ الله الله الله، ومين اللي كون من الراجل ده ورمانا على الرصيف كده؟ انت اللي بتسمي؟ انت ايه اللي حضرتك يا بنت عندنا هنا في الحته وتطلعي مين وعايزه ايه؟ وانت مالك انت يا وليه؟ ايه اللي حصل؟ والولوا عليك الساعه وسكت وليا؟ لا انت مش عارفه تتكلمي مين يا بنت انت ولا ايه؟ اقفوا معوجه وكلمي عادل اللي هجيبك نصين. ودي مين دي ان شاء الله تطلع مين دي؟ اخلص يا بت، دي المعلمه كيداهم. معلمه عليك انت يا جعير. لا بقى، ده انت عايزه تتربي وتعرفي ان الله حق. نشرحها ونخلص يا معلمه. لا، اللي زي دي عايزه مره تعرف تربيها، وانا اللي هكيفها كويس قوي. انتوا شايفين الراجل سايح في دمه واقفين بيتفرجوا؟ ما حد يتصل بالاسعاف. لا، اجل الاسعاف يا ناطق انت كمان، عشان هشيلهم توينز هي وهو. تأمور يا معلمه. انا كمان مش هحط مقامي من مقامك، انا هجيب لك بنتي من بنات يا كريمه. تعالي يا حبيبتي كيفي الوليه دي. ايه ده؟ دي مين اللي جاي تقلق ادب علينا في حتتنا؟ وايه جبل المقطم اللي جاي يتدحرج علينا ده يا اختي؟ ما كنتش عامله حسابك. جبل مقطم ايه يا وليه يا دائري يا ام كعب داير انت؟ مسك عليها يا بنت. تعالي ده انا هعرفك دلوقتي مقامك. لا تعالي لي انت بقى يا روح امك. روح امك؟ يا نهار ابوكي اسود، انت عملت في البيت ده. الله يحرق. ايه اللي عملتيه ده؟ الله يخرب بيت ابوكي. يلا بقى. ايه الحكايه بالظبط؟ ابدا يا سعاده الظابط، بلاوي بتحدف علينا. البنت دي لازم تحبسوها، اتهجمت علينا في الحته وضربت الراجل الغلبان زي ما حضرتك شايف كده، وعورت بنتي كمان. يا بيضه هما اللي نصابين وحراميه ونصبوا عليا. اخرسي ده قطع لسانك من اللي غلوه. بلاوي بتتحدف علينا، ان ما ربيتك ما بقاش انا المعلمه كيداهم. ايه ده؟ انتوا فاكرين نفسكم فين؟ الو. يا ست اللواء. لا ابدا، انا في الاسم عشان موضوع صغير كده. بنت شوارعيه لابط كده جت رمت بلاها علينا في الحته. عورت واد عندي كده غلبان وضربت بنتي كمان. قال ايه؟ عايزه تسكن عندي بالعافيه كده. حاضر، عينيا الاتنين. سياده اللواء بدر سليم عاوز يكلمك. الو، اهلا يا سياده اللواء. اهلا يا باشا. لا يا باشا، لا لا لا، ده موضوع بسيط وهيخلص على طول ان شاء الله. لا لا، ممكن كلمتين على انفراد يا معلمه؟ قوي قوي يا معلم، اتفضل. مش حرام عليكي تفتري على البت الغلبانه دي بالناس اللي انت مستقويه بيهم؟ جرى يا معلم عادل، هو انت معايا ولا معاها ولا ايه حكايتك بالظبط؟ انا لا معاكي ولا معاها، انا مع الحق. الواد الصبي بتاعك راح خد منها القرشين اللي حيلتها واجر لها شقه، وبعد كده راح اجر نفس الشقه الراجل تاني، يعني نصب عليها. لا مؤاخذه، ما تقولش نصب دي يا معلم. اخرس يا واد، اما المعلمين يتكلموا انت تخرس خالص. خرسنا يا سيدي. اطمن سعادتك يا فندم. لا 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 لا، تحت امر حضرتك يا باشا. ماشي يا فندم، سلامة الله. اتفضل اتفضل، الف سلامه. اتفضلي يا معلمه كده، تقدري تتفضلي انت والرجاله بتوعك واحنا هنعمل اللازم. متشكره يا حضره الظابط. تحت امرك. بالاذن يا معلم. يلا يا رجال. يلا معلمه نستاجز احنا. السلام عليكم. الف سلامه. الله الله الله. يا بيه يا بيه، ده عقد ايجار الشقه، هتلاقي تاريخه قبل العقد بتاع الراجل ده. حتى لو كلامك صحيح، تقومي تعملي فيها فتوى وتفتحي دماغ الراجل وتنزلي ضرب في مخاليق ربنا؟ ليه؟ هي سايبه؟ الا بالحق يا واد يا حليمو، انت فعلا نصبت على البت دي؟ يعني كانت كاتبه معاك عقد قبل ما يجي المستاجر الجديد ودفعت لك تمن الشقه؟ يا معلمه البت دي حوارات، قعدت تفاصل معايا وخنقتني وفي الاخر دفع ال2000 لحلوح بطلوع الروح، انما الراجل التاني ده عسل،
حط التلات بكاوي وما فتحش بقه. طب بذمتك انت قد الشقه لمين فيهم؟ ها؟ يعني عشان خاطر 1000 جنيه تعمل فينا اللي انت عملته ده؟ اتجننت في عقلك ولا ايه؟ تجيب بنت ما تسواش نكله تخلي اللي ما يشتري يتفرج علينا في الحته، واحنا طول عمرنا اسياد الحته؟ ونعرف منين يا معلمه انها هتعمل الشبوره دي كلها؟ طب افرض ما كانش عندنا واسطه كنا عملنا ايه؟ اتفضل قدامي، حسابي معاك بعدين. يلا اخوي، يلا يا مخفي انت كمان. حضرة الظابط، دي بنت غلبانة، نصبوا عليها وخدوا الفلوس اللي حيلتها. ومين حضرتك بقى ان شاء الله؟ أنا المعلم عدا والناشف، ومستعد أراضي الراجل ده وأديله التعويض اللي يطلبه ويتنازل عن المحضر. أنا متشكرة أوي يا معلم، أنا مش عارفة أودي بصراحة جمايلك فين. على إيه يا صفية؟ الناس دي بعضيها، وبعدين أنت صاحبة حق. هو المعلم عدوي كده ما يحبش حد يجي على حد ابدا. ربنا يخليه يا رب ويوقف له ولاد الحلال، قول امين. امين يا رب ان شاء الله. انما قولي لي بقى، انت ناويه تعملي ايه دلوقتي؟ والله يا معلم ما انا عارفه، انا حتى حاجتي وعفشي اللي اترموا في الشارع مش عارفه هما فين دلوقتي. لا ما تقلقيش عليهم، في الحفظ والصوت. ازاي يعني؟ انا خليت الرجاله بتوعي يلموه ويحطوه في المخزن. وانا بنفسي هوديهم لك منين ما تحبي واطلعهم لك لحد البيت وافرشهم بنفسي كمان. ربنا ما يحرمني منكم، انا مش عارفه اودي جمايلكم دي فين. ناوي قولي لي، هو انت منين يا صفي؟ انا من طنطا وجيت هنا عشان اكل لقمه عيش. طب ومالكيش حد هنا؟ لا والله يا معلم، انا مقطوعه من شجره، ابويا مات من زمان وامي حصلته من سنتين. هو انت بتشتغلي ايه اصلا يا صفي؟ انا زي ما تقول كده بعمل منين ساده وبالعجوه، وبعمل بوريك باليانسون وحاجات كتير يعني، وكنت ناوي اعمل فرشه في الحته يعني واقعد ابيع فيها على قدي. الله الله الله، ده انت بقى صاحبة كار زينا. لا يا معلم العفو، وانا ايش وصلني ليك؟ انا يعني كده على قد حالي. طب اركبي نوصلك. شو يا فؤاد؟ ماشي يا سيدي المعلمين. اركب يا صفي. سمي بقى وخش برجلك اليمين. الله، دي شقه حلوه قوي يا معلم، دي حلوه قوي، بس انا مش هقدر ادفع ايجار شقه زي دي الشقه اللي كنت هاخدها من كيداهم كانت اوضه وصاله وبمنافعهم وفي السلام. سيبك من كيداهم، انت دلوقتي مع المعلم عدوي، واللي مع المعلم عدوي لا ليه دعوه بكيداهم ولا بحنف البرنس. وما تحمليش هم الايجار، اللي تقدري تدفعيه ادفعيه، والبضاعه بتاعتك كمان كل يوم الصبح تقرصيها وتحطيها في الصاجات وتيجي تخبزيها في الفرن عندي. ربنا يخليك يا معلم، انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، ادعي له بس ربنا يخليه لنا. امين يا رب. يلا هنزل انا بقى عشان اخلي العيال يطلعوا العفش. خدني معاك يا فؤاد، اذا احتجت اي حاجه تجيلي على طول. سلام عليكم. وعليكم السلام، كتر الف خيرك يا معلم، ما تحرمش منك يا رب. اتفضل يا معلم. مع السلامه. بس انت عملت واجب جامد قوي مع البنت دي يا معلم. بنت غلبانه صابت عليا، وبعدين مش قد كده. وبيني وبينك انا سكنتها عندي فوق هنا بالعد في حنفي. طب وكيداهم يا معلم هتفوت الليله دي؟ اعلى ما في خيلها تركبه، توريني هتعمل ايه. طب ليه طيب؟ ننفخ في النار تاني بعد ما هديت؟ هديت؟ ده بيتهيالك، ده من على الوش بس، ما هو على ايدك، ما ديك شايف كيداهم وحنفي عمالين يلخبطوا معايا من تحت لتحت. والله يا معلم انا خايف للبت دي تبقى الضحيه في الاخر. ده احنا قاعدين نتفرج لما نشوف ايه اللي هيحصل، بس على الله بقى كيداهم وحنفي يبتدوها هم الاول. كل العركه دي تحصل وانا قاعد في محل الحسين ومش دريان. اسكت يا حنفي، بنت قليلة الادب ولسانها متبر منها ومحدش مالعينها في الحته، واللي زاد وغطى بقى اللي مخفي اسمه، اللي قاعد يعمل لي فيها 7 رجاله ببعض عشان يلفت نظر اللي ما تتسمى دي اللي اسمه عدوي. ايوه، ما هو عايز جنازه ويشبع فيها لطم، وطبعا لما لاقيك في الليله حب يتمنظر قدامك ويعمل برم.
يا راجل انت لسه فاكر؟ ده كلام كان زمان، وبعدين كل شيء اسمه ونصيب، وانا خدت نصيبي من الدنيا، احلى نصيب ربنا بعتهولي اللي هو انت. الله، طب ليه بقى حشر مناخيره في كل حاجه كده؟ ما انت عارف هو يحب يحط مناخيره كده في السقطه واللقطه. بس بيني وبينك يا كيداهم، هو برضه عنده حق طبعا. ما انا خطفت منه المزه اللي كان متشحتف عليها، ومش اي مزه، صاروخ صاروخ ارض يا ارض تهدم عليكي قدي. بس وطي صوتك شويه احسن بناتك تسمع الكلام الحلو اللي بينقط من بقك عسل ده، من زمان ما سمعتوش يا حبيبي. وطي صوتي للبنات تسمع، ده مصر كلها سمعت. ايه القهوه فارت وهم جم. طب قوم افتح الباب بقى. مين؟ يا معلم، يا معلمه. في ايه يا واد؟ مالك جاي متعفرت ليه؟ في ايه اللي حصل؟ الجدع اللي اسمه عدوي ده مش ناوي يجيبها البر. قطع اسمه من سجل العايشين كلهم. عمل ايه تاني اللي ما يسمى ده؟ جاب البت بتاعت الخناقه اياها وسكنها عنده. لا وايه، خلى رجالته هم اللي يطلعوا لها العفش كمان. لا 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 بقى، ده زودها، ده بيتحداني. هو ايه عاوز احط راسي براس البت دي؟ ده انا المعلمه كيداهم. مبسوط يا حنفي؟ اهدي بس يا معلمه كيداهم. اهدى ايه ونيلة ايه؟ هو يعرفها منين؟ قال على رأي المثل ما بيقول البقرة بتولد والطور عمال يحزق لها. ليه؟ بيجاملها. اديك قلتها اهو، بس وحياة مقاصيصي دي لا خلي اللي ما يشتري يتفرج على عدوي ده. بصوا بقى يا معلمين، انا جمعتكم دلوقتي عشان تحكموا بيني وبين المعلم عدوي الناشف. انا مش فاهم الراجل ده حاططنا ليه على راسه وزاع، عمال يرازي فينا، مع انه هو عارف كويس قوي ان انا ممكن امسحه من على الارض باستيكه. بس انا قلت اجيبكم واشهدكم بيني وبينه، وكده يبقى عداني العيب. وعلى كل ان انا بعت اندهر. عمل ايه تاني يا معلمه؟ السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا معلمه كيداهم؟ خير خير، اهلا يا حبيبي، اهلا اهلا يا معلم عادل. اتفضل اتفضل يا حبيبي، اقعد هنا، اقعد يا حبيبي. اسمع يا عدوي، انا بشاهد الرجاله عليك اهو. شغل حوريني يا كيكه اللي بتعمله معايا ده ما ينفعش مع المعلمه كيداهم. حوريني يا كيكه؟ ايه الكلام الغريب ده؟ اللي ودانك سمعاه ده يا معلم يرضيك يا معلمين. الوليه اللي تقل ادابها على المعلمه كيداهم وضربت بنتها، ياخدها يسكنها عنده، وما انه عمره ما شافها ولا يعرفها، يبقى معناها ايه ده؟ ان عاوز يتحداني. ترى ايه يا عدوي، ما تلم الدور احسن والطيب احسن يا حبيبي. في ايه؟ انت واقع علينا علشان تناقر فينا؟ لا يا عدوي، لم تعابينك احسن لك. لا يا عدوي مالكش حق تنصر بنت غريبه على اهل حتتك. انت مش فاهم الفوله يا معلم. طب المعلمه كيداهم نصب على البت الغلبانه دي، خد منها قرشين وراح اجر لها شقه. بعد كده طمع في راجل اداله 1000 جنيه واجر له نفس الشقه. الكلام ده حصل يا معلمه؟ الله، انا مش فاهمه، هي السكنه بالعافيه وبعت لها الفلوس بتاعتها عند المعلم عدوي. ما هو قدامك اهو، اسالوه حصل ولا ما حصلش يا معلم. وايه بقى اللي كان المفروض اعمله يا معلمه كيداهم وترتاحي؟ ارمي البت الغلبانه دي في الشارع هي وعفشها؟ لا حنين، حنين يا معلم عدوي، ده الحنيه يا اخويا اللي نزلت عليك مره واحده دي. وانت عارف ان طول عمري حنين يا حنفي، بطل النواره دي. وبعدين مش عيب عليكم؟ جايبين معلمين كبار قد الدنيا عشان موضوع هايف زي ده. لا يا نور عين، الموضوع مش هايف. انا جامع الرجاله دول عشان اشهدهم على عمايلك. حاشر مناخيرك في اللي ليك فيه واللي مالكش فيه. مدبقنا ليه؟ انا مش فاهمه. انا برضه اللي حاشر نفسي في كل حاجه. المطلوب مني ايه دلوقتي؟ المطلوب منك ان البت دي تطردها بره الحته ودلوقتي حالا. نجوم السما اقرب لك يا كيداهم. جرى يا عدوي، انت عايز تغلط في المعلمه مراتي
وانا قاعد. انت ما انت سامعها بتقول ايه؟ بصراحة يا عدوي انت اللي غلطان، عيب، لازم تشتري خاطر اهل حتتك. انا مش قادر افهم انتوا عايزين مني ايه بالظبط يا جماعه، ما اقدرش. البنت دي مضت معايا عقد ودفعت سنه مقدم وبجيبها وسط، اطردها ازاي؟ طب انا عندي حل يا معلمه كيداهم. المعلم عدوي يجيب البت دي تسترضاك انت وبنتك وتحب على راسك، ويكون الكلام ده قدام كل الحته، وبخت من قدر وعفي. قدر وعفي ايه يا معلم؟ بعد ما تقل ادبها البنت دي على المعلمه كيداهم وتضرب بنتها اسامعها، اهو ده اللي مش ممكن ابدا. معلش يا كيداهم، انت والمعلم حنفي كبار الحتة، والكبير كبير باخلاقه. الله، ما تقول حاجة يا معلم حنفي. خلاص بقى، خلاص يا معلمة كيداهم، انت قلبك كبير ومسامحة على طول. يا سلام، يعني انت راضي بكده حنفي؟ اللي تشوفيه يا معلمة. يعني ايه اللي تشوفه؟ اللي انت عايزاه. يعني ايه اللي انا عاوزاه؟ يعني تسامحي ما تسامحيش، دي حاجة راجعة لك. يا اهلا يا اهلا، ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ يعز مقدارك يا صفيه يا بنتي. ازيك يا سي فؤاد؟ ازيك انت يا صافي؟ لا مؤاخذه، اتفضلوا اتفضلوا. يا ساتر. اتفضلوا. يا اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ العفش تمام وكله تمام؟ انا قلت للعيال لو حد جرح حاجه هطلع عين اهله. الهي تسلم يا رب، بس في شويه حاجات كده يعني كسرت في الخناقه. معلش يا صافي، فداكي، بكره ان شاء الله تعوضيهم. ربنا يخليك. اتفضل في الصالون يا معلم، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. سيبيها. اتفضل يا سي فؤاد. لا مؤاخذه يا معلم، معلش يعني القعده مش قد المقام. مين اللي قال لك كده بقى؟ لا، القعده حلوه والحمد لله. كوني فاكره يا صافيه ان انا اتولدت ببق معلقه ذهب؟ يا قوة الله، ده انا شفت ايام ما يعلم بها الا ربنا، بس الحمد لله بعد كده ربنا اكرمني والاشياء بقت معدن والحمد لله. ربنا يزيدك يا معلم. هقوم اعمل لكم شاي. لا 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 لا، اوعدي ما تتعبيش نفسك. انا اصلي يا ستي جاي لك مخصوص في موضوع عايز اكلمك فيه. خير يا معلم. شوفي بقى، انت لسه جديده على الحته دي، مش معقول اول رجلك ما تتحط فيها يبقى ليكي اعداء. والوليه اللي اسمها كيداهم دي حطاكي في دماغها من ساعه الخناقه اللي تمت ما بينكم. ست مجنونه، فاكره ان انا سكنتك عندي هنا بالعند فيها. هي ايه حكايتها الست دي؟ ربنا يهدها، دي وليه كلها شر، لا تعرف لا رحمه ولا مروه. لا بس اسمع اما اقول لك، انا قدها وقد 10 زيها كمان، بس انا بقى مش عايزك تتظلمي بينا. الست دي قادره وانت ما انتش قدها يا بنتي. طب وايه المطلوب مني يا معلم؟ يعني عايزك تبقي تيجي معايا بكره تستسمحيها كده في كلمتين علشان تخرجك من دماغها، وبعد كده انت تفوقي بقى لشغلك والاكل عيشك. حاضر يا معلم، عشان خاطرك انت بس. بعد اللي عملته معايا لو تطلب عيوني ما اقدرش اتاخر عنك ابدا. ان ما وريتك يا كيداهم، ده انت هتشوفي مني ايام سودة. مساء الخير. اي خدمه؟ انا صافيه، جارتك في الشقه اللي قصادك. بتاعت الخناقه اللي بطحت الراجل وفتحتي له دماغه. ما تاخديش عني فكره وحشه، انا والله العظيم اغلب من الغرب. هو الحق يتقال، انت شكلك بجد غلبانه، بس يا صافيه اصل اللي انا سمعته عنك يا اختي خلاني خدت عنك فكره وحشه خالص. هو انت كنت عايزه حاجه؟ لو انت اسمك ايه؟ انا اسمي سناء. عاشت الاسامي. قلقاش عندك شويه مسامير؟ انت عارفه انا لسه معزله جديد
وعندي حاجات عايزه اعلقها. هو انا عندي اكتر من المسامير؟ ده ابويا الله يرحمه كان نجار. الله يرحمه. هو انت عايشه لوحدك؟ لا يا اختي انا عايشه مع عمي. ربنا يخليها لك. تعيشي يا صافيه. خدي يا اختي المسامير اهم. ما تيجي تشربي معايا شويه شاي؟ معلش خليها مره تانية، الشقه مكركبه جوه ولسه قدامي حاجات كتير عايزه اعملها. خلاص انا مستنياكي تيجي تزوريني، بس لو ما جيتيش هزعل. لا هجيلك، الايام جايه كتير. انا حتى ارتحت لك لما شفتك. وانا كمان. متشكره على المسامير، تصبحي على خير. وانت من اهله يا اختي. ازيك يا حاج؟ اهلا اهلا يا معلم عدوي، يا مرحب. طب يلا مع السلامه، السعاده بالسلامه. معلمك كيداهم، انا جايب لك صافيه علشان تستسمحك انت وبنتك. اهلا يا معلم عادل، منور. حقك عليا يا معلمه كيداهم، ما تاخذنيش الا ما اعرفك يجهالك. خلاص بقى يا معلمه، المسامح كريم. حقك عليا يا انسه كريمه، ما تزعليش مني يا اختي. ده انت عليك دماغ، ده انا قعدت يومين محوله بعد الروسيه بتاعتي. معلش انا متاسفه، وكان على الروسيه ادي راسي قدامك اهي، اديني واحده ونبقى خالصين. بقول لك يا بنت انت بلاش الشويه بتوعك دول، مش هيخيلوا علينا. احنا هنسامحك المره دي عشان خاطر وجود المعلم عدوي عندنا هنا في المحل، بس يكون في معلومك تقعدي هنا في الحته بأدب، مفهوم؟ ماشي يا معلمه. خلاص يا معلمه، صافيه لبن. المهم انت تصفى يا معلم من ناحيتك. عشان ايه لازمته الكلام ده بقى؟ ده انا جاي اقدم السبت اهو. خلاص يا قشطة يا جميل. يسعد صباح. نؤمر ايه بس؟ ده كلام؟ ده انت اللي تؤمر يا قمر، واحنا علينا السمع والطاعة. جرى يا اخويا منك له؟ انتوا جايين تشتروا ولا جايين تترازلوا؟ هو حد يقدر يترازل عليك يا جميل؟ ده احنا جايين نوصل الود ونخلي البساط احمدي. ايه يا امور منك ليه؟ مالك؟ عايزين تشتروا حاجة اشتروها بس بأدب، مش عايزين برضه تمشوا وبرضه بأدب. وانت مالك انت يا اخويا؟ الله ده الراجل ده شكله خطر قوي. قول يالا. صباح الفل يا قمر. صباح القشطه يا رجال. اتفضلي يا معلمه. يزيد فضلك يا اخويا. ها ايه دول؟ ده الإرادة يا معلمه. إيراد؟ وماله بيخسع كده كل مدى الإيراد؟ معلش يا معلمه، اصل الرجل خفه من عندنا يعني اليومين دول. ليه؟ الناس بطلت تاكل ولا دبسوا معدتهم؟ الله، مالك يا ولا انت وهو؟ بتبصوا لبعض ليه؟ ما تنطقوا تتكلموا. البت صافيه يا معلمه. مالها اللي ما تسمع؟ عملت ايه تاني؟ بصراحه واكله الجو مننا. انت بتخرف يالا تقول ايه؟ بقى بنت زي دي تاكل الجو من معلمه كيداهم؟ طب تيجي ازاي؟ البت عامله فرشه قدام فرن المعلم عدوي ومش ملحقه على الزباين يا معلمه، وكل شويه صاجات داخله صاجات خارجه. ادي قلتها ببقك انها قاعده على الرصيف تدخل صاجات تخرج صاجات، دي مش مشكلتي. هي الناس هتسيب المعلمه كيداهم والفرن بتاعها وهيروحوا يشتروا من البيت اللي قاعده على الرصيف؟ طب ازاي قولولي؟ بصراحه يا معلمه بتعمل حاجات حلوه قوي. تصرفك يا واد. انا يا معلمه بعت واد عشان يجيب لنا الحاجات اللي هي بتعملها ونشوف بتعمل ايه بالظبط، وبعدين انا شفت الست روحيه وهي بتاكل من عندها. ماشي. بقول لك ايه بقى يا حبيبي، اول ما تشوف المعلم قول له بقى ان دلعاد اخته بتشتري من البيت اللي قاعده على الرصيف. اوعى تنسى اول ما تشوفه، سامعني ولا لا؟ بصراحه يا معلم عليها شويه اصناف عمرنا ما سمعنا بيها قبل كده. بس اسكت انت، لو طلعت لك طرمانه منقوطه ولا ايه؟ هي البت دي عاوزه مني ايه بالظبط؟ هتشتغلي في الازرق؟ على رأي المثل ما بيقول الحطت عجلها ومدت رجلها.
ماشي اللي اسمك صافية. شوفي بقى انا هعمل فيكي ايه. انا والشيخ. وانا كمان يا صافي. توصل. حاضر عينيا. حاضر. تشكيلة حلوة كده الخمسة. عينيا حاضر. حاضر. مالك يا اخويا كفاله الشر؟ العوني انا بموت حد يقدر يسحب بسرعه. الناس اتسممت بالاكل البيت الصافيه. قدام يا منطقه. ايه الاسعاف فتح ايه؟ اصبر. تعالى اهو الدكتور. فين المصابين؟ اهو الدكتور. اكل البيت دي. لا حول الله يا رب، لا حول الله. فلوس. شيل تعالينا يا أبا. بموت يا أبا. منطقة محدش ياكل من البيت دي حاجة، البيت دي أكلها مسموم. ليه كده؟ حرام عليك، عليا النعمة الأكل ما فيهوش حاجة، ده زي الفل وعاملاه بإيديا. دول يا عمي لسه بيحطوا الأكل في بقهم وقعوا، يعني ما لحقش ينزل بطنهم. ملناش فيه. عشان أثبت لكم كلامي أنا هاكل من الأكل ومش هيحصل لي حاجة أهو. شوف الكده. انا كمان هاكل من الاكل ده قدام منكم اهو. ده ملعوب يا اخوانا، ده ملعوب، والناس دي متسلطه على الست الغلبانه دي، ما فيهوش حاجه. لا 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 لا، هي حصلت ان الاسعاف تاخد الناس كده منكم وعمال بتنبط يا واد على مين بالكلام ده؟ دي يلا حته بنت غلبانه حاطلها جوزين سجات بتبيعوا عليهم، يعني ارزقيه. احنا برضو المعلمين الكبار هنحط نقرنا من نقر بنت غلبانه زي دي؟ وبعدين مش جاز المعلم بتاعك هو اللي عامل فيها الملعوب دون؟ ها يا اخي انا المعلم بتاعي ملوش في الاذيه يا حبيبي. نعم جرايه، ده العادي، ده المعلم بتاعك ابو الاذيه نفسها. يلا يا واد يلا، ما نعطلش نفسنا، احنا عندنا المحل بسم الله ما شاء الله كده عمال يضرب يقلب، خلي البطيخ يكسر بعض. يلا بينا. اوعى وسع يا ابني، يلا صافي. حلو قوي. صباح الخير يا حبيبي. ايه اللي انت عملتيه ده بس يا كيداهم؟ عملت ايه بس يا ابو البنات على الصبح؟ صباحنا وصباح الملك لله يا راجل. يا معلمه ازاي تخرجي بره وتردي على الواد فؤاد وهو بيبرطم بالكلام؟ الله، ده واد عيوج وعمال ينبط بالكلام علينا، وكان لازم اوقفه عند حد. لا انت مش عجباني اليومين دول. معلمه كيداهم، انت ليكي شنه ورنه في الحته، والكل بيعمل لك 1000 حساب. لما تخرجي وتردي على الواد ده مش كان ممكن يرد عليكي؟ مين ده اللي يرد عليا؟ ده انا كنت مسحته من على وش الارض هو والناطع اللي مشغله اللي اسمه ادم. شفتي؟ اهو ده قصدي بقى. وبعدين خروجك ده يقول ان على راسك بطح. نعم، قطع لسان اللي يقول عليا كلمه. بطحه تقطع ورقه ايه يا راجل انت؟ ليه ماشيه في البطال وماسكين لي زله؟ وبعدين كل الهيلمان اللي انت عامله عمال بتتنت وتتفرد وتتني وتتفرد، كل ده عشان البنت المخفيه اللي اسمها صافيه. لا يا ماما معلش، البنت صافيه دي مظلومه ثانيه يا بابا، البنت صافيه دي مظلومه واكلها زي الفل. وانت مش عرفك يا روح ابوك ان اكلها زي الفل؟ اصل هقول الحقيقه بقى، الصبح خدت من عندها طبق يعني قد كده. ايه الصبح كانت بقى؟ يا معلمه مش كده. سيبني عليها دي. ايه اللي عملتها بيه؟ اللي عملتها مخفيه ده؟ رد عليا. المخفيه دي من على الرصيف. ما انت سايب الهيلمان بتاع امها وراح تاكل عند الرصيف. ايه معناها؟ يقولوا اكلها حلو المخفيه دي ويروحوا يشتروا من عندها ويسيبوه بص حته. ليه كده؟ بالراحه عليها كيداهم، البنت خلاص بالراحه. السلام عليكم. ازيك يا راس حليم؟ اهلا بيك يا باشا. ايه رايك بقى؟ بس ان لك الدور 100 100، محدش هيشتري من البت دي تاني ابدا. عسل. الله يخليك يا رب. ربنا يكرمك. والله ما ليه لزوم ابدا. ربنا يخليك. كده ازاي ده انت ربنا يكرمك يا رب. ميرسي، تسلم يا باشا. متشكرين يا راس حليم. دايما في الخدمه يا كبير. حبيبي. الكلام اللي بتقولوه ده ملوش غير معنى واحد،
ان ده مغرز ومعمول فيك يا صافي. طب اعمل ايه بس يا معلم؟ الناس دي شكلها مش هتسيبني في حالي. لا اسمع ما اقولك، ولا يهمك من حد، جمدي قلبك امال. طول ما انا ورا ظهرك وجنبك، ولا يهمك من ايها بني ادم، وانا يا هم. ايوه بس انا مش عايزه اعمل لكم مشاكل اكتر من كده يا معلم. لا ما تشغليش بالك انت، احنا طول عمرنا متعودين على المشاكل. اسمع فادي ما اقولك، بكره الصبح تاخد الرجاله بتوعنا وتطلع على فرشه صافيه تفطر، وطول في الفطار قوي علشان الناس تطمن وتروح تاكل عندها. ايوه يا معلم، بس الناس حافظه الرجاله بتاعتنا كويس قوي. غريبه قوي انها تسيب الفرن وتروح تاكل من عند صافيه. عندك حق. طب والعمل؟ ما تشغلوش بالكم قوي بيا كده، الارزاق على الله، ده بيرزق الهاجع والناجع والنايم على جنبه. ونعم بالله يا صافي. ايوه بس ربنا برضو قال لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. بقول لك يا صافي، انا اخلي العيال اللي بتقعد معايا على القهوه كلها تفطر عندك بكره ان شاء الله، توصل نخمس كل واحد فيهم ب5 جنيه. ربنا يخليكوا ليا، انا بجد لو ليا اهل ما كانوش يعملوا معايا ربع اللي انتوا بتعملوه ده. ربنا يسترك يا معلم. اللي اقول يا حليم وقبضت الناس ورضيتهم بتوع امبارح 100 وبيدعوا لك يا معلمه. الحمد لله. واخبار البت اللي ما تسمى اللي اسمها صافيه دي اخبارها ايه؟ هي قعدت النهارده وفرشت. مش ده المهم، المهم يعني الرجل خفت من عندها ولا ايه الاخبار؟ خفت جامد، والشغل عندنا النهارده بسم الله ما شاء الله ألاجة. النهارده، بس بكره لو اطمنوا لاكلها هنرجع تاني نغني ظلمون ونشي دبان هنا في الفرن. والله عندك حق يا معلمه، انما قولي لي يا معلمه، انت حاطه ليه البت في دماغك دي قوي كده؟ جراح حليمو، بت ايه دي اللي احطها في دماغي؟ انا بس مش عاوزه الناس يقولوا ان بت زي دي ما تسواش. هزقت المعلمه كيداهم وخلت الفرن عندها بيهش وينش. لا معلش على حليم والكلام ده، انت في حاجه تانية في ذات نفسيتك ومش عايزه تقولي لي عليها، صح؟ والله يا حليم ما انا عارفه، انا من ساعه ما شفت البت دي وانا قلبي كده من جوه مش مطمن. واللي زاد وغطى كل ما تيجي عيني في عينها الاقيها بتبص لي حته دين باصه كاني قاتله لها قتيل بنت اللذينه دي. ليه؟ مش عارفه. خش على العيش اللي بالعجوه، عمايل ايديا وحياه عينيا. حاضر حاضر عينيا بالهنا والشفا. الزعتر ده بقى هو اللي فيه الشفا يا فندم، يعني كده تروحي الشغل زي الرهوان وما يعملكش صداع. يلا يا اخويا انت وهو، يلا يا ست انت وهي، يلا من هنا. انتوا مين وفي ايه كفالة الشر؟ احنا البلديه. انت معاكي تصريح علشان تقعدي هنا ولا معاكي شهاده من وزاره الصحه؟ ايه يا باشمهندس بس فهمني في ايه؟ في يا جدع انت خليك في حالك. الله 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 الله. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي معايا المحل جوه نتفاهم. نتفاهم على ايه؟ بقول لك ايه؟ ابعد عني السعادي لاحسن وحياه امي البسك قضيه رشوه تحلف فيها. الله ليه يا عم رشوه بس؟ هاتوا الحاجات دي يلا. استنى يا عم انت، ما حدش ياخد حاجه من هنا، ابعد يا عم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هدعمك يا جدع. انت بتمد ايدك على الحكومه؟ ده انت يومك اسود من اول الخروج. هاتوها خدوا قدامي، خدوا قدامي. يلا ركبوه من البوكس. كله يوسع. صعبانه عليا. هي ناقصه اكل مسموم. يا عيال ما تشمتوش كده، بس احسن المركب اللي تودي خلي الحاره تنضف. ايوه خد يا واد دول. تشكر يا معلمه. لا يرحم امك، هتشتري شربات وتروق بيهم الحته وترجع لي الباقي. لا يا فؤاد بصراحة ربنا انت غلطان، ما كانلكش حق تعمل كده، انت لسه جديد في الحتة ولا ايه؟ طب صافية هنقول معذورة، مش فاهمة حاجة. لكن انت تتهجم على بتوع البلدية كده، عايز تضربهم، انت عارف ان دول ناس أذية ويقفوا لنا حالنا. انا ما استحملتش يا معلم، اول ما شفتهم داخلين على الغلبانه دي ويدوسوا عليها وعلى حاجتها ما رضيتش اقف اتفرج بقى. يا سيدي حد قالك اتفرج؟ انا لو مكانك ما كنتش هتفرج، بس اتدخل بكلمتين كده والطف الجو. يا راجل ده انا خرجتك بالعافيه. انا متاسفه قوي، مش عارفه اقول لكم ايه. من ساعه ما عرفتكم ما شفتش منكم غير كل الخير، وانتوا ما نبكوش مني غير مرمطه الاقسام ووجع القلب. الكلام اللي انت بتقوليه ده مرمطه ايه واسام ايه؟ انت خلاص بقى بقيتي مننا وعلينا، وبعدين المشاكل دي احنا واخدين عليها بتقابلنا كل يوم. يلا سوق.
صافيه، انا مش عاجبني انك انت تحط فرشتك بره في الشارع وتبيعي. ايه رايك من بكره الصبح تيجي عندي هنا في الفرن تخبزي حاجتك بمعرفتك وتبيعيها زي ما انت عايزه، وانا يا ستي مانيش طمعان فيكي ومش عايز منك حاجه. ايه اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ بقى بعد كل اللي انت عملته معايا ده انا اظن فيك الظن ده برضه؟ ده انت لو قلت لي روح ارمي نفسك في البحر هروح ارمي نفسي من غير ما افكر. عشتي يا صافي، وانا بس كان قصدي اقول يعني ان الحاجه اللي هتخبزيها عندي دي حاجتك وعرقك وشقاكي، وانا مانيش طبعا في حاجه. بص بقى يا معلم واسمعني كويس للاخر. انا طبعا مقدره شهامتك وانسانيتك معايا، بس انا ما ينفعش اخش عندك المحل وابيع حاجتي لحسابي لوحدي. يا معلم عدو الزبون لما هيخش هيشتري من عندك انت شويه ومن عند انا شويه. ما ينفعش بقى نقول له ده حسابه لوحده وده حسابه لوحده. طبعا لا مؤاخذه يعني هيتخنق مننا ومش هيخش المحل تاني، ودي هتبقى خساره ليا وليك. صح ولا لا؟ صح. غلبتينا يا صافي. عشان كده انت هتبقى شريكي بالنص في حاجتي اللي هبيعها عندك في المحل، ولو عايز تعمل لي يوميه زي الناس اللي بيشتغلوا عندك انا ما عنديش مانع. عشت يا بنت الاصول. خلاص استبينا. ولا شحته امورني يا سيدي المعلمين. معلمك ايدهم فين؟ لا دي خدت حليم وراح محل المانيال، اصل الواد اللي قاعد على الكيسه هناك ايده طويله شويه والايراد مخستع. ايده طويله ربنا يستر عليه من ايد كيدهم اللي اطول. ايه ده؟ ايه الزغاريد دي؟ روح شوف في ايه. لا ما انا عارف، ده اسبوع ابن المعلم عاشور. هو خلف واد تاني؟ ده الخامس يا سيدي المعلمين. ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يحفظهم له. معلمي ها، عارف يا شحتة، كان نفسي في واد، كان نفسي اخلف واد انا كمان، لكن بعديه بقى عيلة البرنس مش هيبقى لها ذكرى في الدنيا من بعدي. ربنا يديك الصحه والعافيه يا معلمي ويخلي لك بناتك. ايوه بس الواد برضه ده عزوته، الواد يقف جنبي وعكز عليه لما اكبر ويورثني، لما اموت يبقى واقف راجل ياخد العزا. جرى يا معلمي انت قلبها حزيني كده ليه؟ وبعدين احنا فيها ما تتجوز كده انت. اتجوز على كبداهم، تعلن عليا الحرب العالمية الخامسة. خمسة ايه بس يا معلمي وستة ايه؟ وهي يا اشتراء الا لو انا قلت لها. طب لو خلصت منك انت، طيب ايه اللي هيحصل يعني؟ هتجوز ازاي؟ هتتجوز في الخباثة في السر يعني. يا المعلمة كيداهم يا بني ادم، يخفى عليها حاجة اب في ايه؟ هو ايه ده اللي هيتخفي عليا يا حنفي؟ لا يا معلمة، ده الواد شحتة كان بيكلمني على حكاية الواد بتاع محل المانيال. اسكت مش كنت ظلماه؟ لا وانت تظلمي حد برضه. مش كان خاطب البت سامية اللي معاه في المحل، والبت اللي ما تسمى بقى اللي اسمها رضا كانت حاطه عينها عليه، راحت رازعه الاسفين اللي هو عشان تطيرها من المحل. يا بنت المهم كيداهم، انت بقى عملتي ايه؟ طردت رضا من المحل طبعا، انا ناقصه 2 نسوان يقعدوا يتخانقوا مع بعض وابوظ شغلي. المهم سيبك من الكلام الفاضي ده، انت تفضي نفسك النهارده عشان عندنا خبيث. الله انت سرحان في ايه يا حنفي؟ لا سبحان الله الولي الواد شحتة. شحتة؟ ده واد ابن حلال لازم تسمع كلامه، ده بيحبنا. انت اللي قلتي. طيب اهلا يا اختي، والنبي لسه كنتي على بالي خش. انا على بالك قال والنبي ايه؟ انا يا اختي قلت اجي اطمن عليكي بعد ما سمعت اللي حصل معاكي النهارده. اسكتي يا سناء، ده كان يوم النهارده ما طلعتلوش شمس. بقول لك ايه يا صافيه، انت يا اختي من ساعه ما جيتي الحته هنا كل يوم عامله مشاكل وإيش محاضر واقسام. انت شكلك غلبانه ومش وش الكلام ده. نصيبي، اعمل ايه بس؟
ما احنا في زمن ما حدش بيسيب حد ياكل فيه عيش في حاله. وانت اول ما تشطحي تنطحي يا صافيه، يوم ما تقفي قصاد كيداهم اللي الرجاله بشنبات بيترعبوا منها وبيهروا قدامها. انا ما حدش كسر عيني، والقوي ربنا اقوى منه، وانا طول ما انا معايا الحق مش هخاف. وبعدين انا كنت عملت لها ايه عشان تعمل ده كله؟ قولي ما عملتيش ايه؟ ده الحته كلها صافيه بيتكلموا على اللي انت عملتيه فيها وبنتها، ده انت بهدلتيهم، والادهى من ده كله بتحاربيها في تجارتها. يا اختي الارزاق على الله، هي مش مكفيها اللي عندها، مع على قلبها قد كده. اما اقوم اعمل شاي بدل اللي خدتيه. بس اللي زي كيداهم دي عمرها ما تشبع. طب سيبك بقى من السيره الغم دي وقولي لي، مين الجيران اللي ساكنين معانا في البيت؟ انا ما اعرفش حد منهم خالص. بصي يا ستي، الشقه اللي فوقك فيها عبد الحميد افندي، ده راجل طيب قوي شغال في هيئه البريد، ومراته ماتت الله يرحمها، ما فيش حد عايش معاه غير اللي تنشك في قلبها بنته احلام. باين عليكي بتحبيها قوي. بحبها؟ جاتها داهيه، ان شاء الله تنشك في قلبها، دي كل يوم والتاني يا اختي عماله تتحنجل للجو بتاعي، عايزه تاكله مني. الواد شحته ها؟ استني يا صافيه، هو انت عرفتي ازاي؟ شفتكوا يا مضروبه على الناصيه، تقوليش يا بنت عصفورين كناريا، ايه الحب والهيام ده كله؟ بس كويس انك مش مع الولا حليم، ده يا بنت نصاب، كان عايز ياكل عليا فلوس الشقه، ما هو ده اللي انا مسكت في خناقه في العركه اياها. ما هو الولا شحته بقى على طول هو وحليمه مع بعض كده. وايه يا اختي اللي وقعك الوقعه السودا دي؟ اخس عليكي يا صافيه، لو النبي ما تقوليش كده، ده الواد شحته غلبان قوي، ده غير حليمه ده خالص. والنعمه انت عبيطه، هو في حد يا بنت بيشتغل مع كيداهم يبقى طيب؟ بتهالي كده 100 100. احنا خلاص خلصنا الطلبية بتاع المعلم معتوق. تمام يا معلمة. والرجالة هنا كمان خلصوا الطلبية بتاعت التليفري. تليفري؟ اسمه الدليفري يا اخوي. ماشي، انت واد يا في الاسم والصوت والصورة انت. نعم. لا بقول لك ايه، انا ما بحبكش تقلب لي صحنتك كده، ما يبقاش خلقك كنز زي المعلمه بتاعتك، انا عايزه خلقك استريتش. يلا خد البضاعه اللي في ايدك دي وزعها على الطيارين وخليهم يتكلوا على الله. حاضر. وانت بنفسك هتودي البضاعه بتاعت معلم معتوقه وتجيب لي المعلوم في ايدك وعينك عليه تبقى كده، مفهوم؟ حاضر يا ست الكل. اتفضل. استنى هذا شحت. امين يا باشا. امسك. يمسك ايه؟ انت كده هتبوظهم علينا. وبعدين يا معلمة؟ ده كتير قوي يا معلم. يلا وزعها مع الرجالة يلا. يا معلمين، واحنا اول نوبة ولا ايه؟ جريالة انت هتفهمنا شغلنا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ طيارين بعد ما يخلصوا الليلة خليهمش يجوا على هنا، وانت بنفسك تلم المعلوم، مفهوم؟ واجب يا معلم. ماني حنفي. لا يا معلم. ما تجيب شويه من اللي عمال بتطوحهم في بقك دول. هوا يا معلم. هات رقي نشف.
يا فؤاد. نعم زين المعلمين. اخبار ايه؟ كله تمام، الخير على قدوم الوردين، من ساعة ما صافية اشتغلت معانا في الفرن واحنا مش ملاحقين على الزباين زي ما انت شايف. الحمد لله. طيب انا اوصل مشوار للمعلم بدر، اخر الليل اقفل الفرن وخلي المفاتيح معاك. عينيا يا معلم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا معلم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما تأخروش بكرة الصبح ها؟ تصبح على خير يا فؤاد. استني يا صفي. في حاجة؟ اوصلك. ده البيت اهو خطوتين من هنا. معلش الدنيا ليل برضه والامر ما يسلمش. كتر خيرك يا فؤاد. انما قول لي، ساعة الناس بتوع البلدية لما جم يكسروا الفرشة بتاعتي وانت بتتخانق معاهم كده، حسيت ان زي ما يكون في تربية بينك وبينهم. ايه سكت ليه؟ اصل انت بصراحه معاكي حق يا صافيه. ازاي؟ انا فعلا في حدوته كبيره قوي بيني وبين البلديه. ابويا الله يرحمه كان راجل سريح على عربيه ربابيكيا كده، وكان بيحب يحط لمبه جاز على العربيه تنور له بالليل. بتوع البلديه دول بقى ما كانوش بيسيبوه في حاله. كل ما يجي يطلع بيت يبيع او يشتري اي حاجه، ينزل يلاقي بتوع البلديه خدوا العربيه بالبضاعه باللي فيها. لحد ما جه في مره بقى وكان دافع كل اللي حيلته في بضاعه. كنت انا معاه يومها، كنت عيل صغير كده. جم بتوع البلديه وهجموا علينا، كانوا عايزين ياخدوا العربيه والبضاعه. ابويا ما سكتش، راح ماسك فيهم ونازل فيهم ضرب. اتكتروا عليه بتوع البلديه، وقع في الارض، لمبه الجاز وقعت عليه واتحرق قدام عيني. لا حول الله يا رب. ربنا يرحمه ويغفر له. انت كده يبقى ليك حق في اللي عملته فيهم يومها. كان معلم عدوي ساعتها بقى لسه فاتح فرن على قده كده بعد ما ساب الشغل عند كيداهم. هو المعلم عدوي كان بيشتغل مع كيداهم؟ اه طبعا، امال هي قرشه ملحيته كده ليه؟ قلت لي بقى. يلا احنا وصلنا، تصبح على خير. وانت من اهله. انا هستنى هنا لغايه ما تطلعي فوق وتشاوري لي من البلكونه بقى. الهي ربنا ما يحرمني منك ابدا. قول امين. امين. سلام. سلام. تصبح على خير. صباح الفل يا عمر. صباح الفل يا حبيبي. في حد صحي؟ احسن، عشان اعرف اتكلم معاك براحتي. بقالي كام يوم مش عارف اتلم عليكي. يا سليم بقى، مش عارف تتلم عليا ولا انت اللي مطنشني؟ مطنشك انا اقدر استغنى. انت مش عارف انت بتوحشني قد ايه، لولا بس المعلمه زنقاني ليل ونهار في الشغل. انت كمان بتوحشني. طب هشوفك ازاي؟ انا عارفه بقى، ما انت عارف انا ماما مش بترضى تنزلني لوحدي، لازم اخد معايا سواق عشان بتخاف لا اتعب يعني. هنفضل كتير في الليله دي ولا ايه؟ ما اعرفش بقى، بس سيبني انا اظبطها وابقى اكلمك على الموبايل اقول لك. ماشي، اديني بقى المفتاح لحسن الصناعيه واقفين تحت. من عينيا. صباح الخير يا واد يا حليم. صباح الخير ست روحيه. صباح الفل. زي الحال. ازيك يا ابتسام؟ ازيك يا عمته؟ خدي حليم والمفاتيح اهي. متشكرين يا ابله. اما انت ليه مصحيكي كده بدري يا عمته؟ جايه الحق اخويا قبل ما ينزل شغله، كنت عايزاه في حاجه انما ما قلتليش. انت واقفه تتسايري انت والواد حليم على السلم بتقولوا ايه؟ انا كنت بتساير مع حليم وابدا ما حصلش. ده كان جاي ياخد مني المفتاح بتاع الفرن عشان في ناس تحت العمال جم ومش لاقيين حد يفتح لهم خالص. وبعدين كان بيسالني اذا كان بابا صحي ولا لسه نايم. طب خشي صحيه قولي له عمتي عايزاه. حاضر يا عمته، انت امري. يا بنت كيداهم،
بابا ماما بابا 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 ايه في ايه؟ في يا بنتي في حاجه؟ انت تعبانه؟ لا يا بابا مش تعبانه، انا زي الفل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في يا بنتي؟ انت عيانه يا حبيبتي؟ لا يا ماما مفيش حاجه، انا كويسه. اخواتي كويسين؟ كويسين يا ماما، انا مش هدخل عليكم تاني يا جماعه ما دام بتتخضوا عليا قوي كده وانتوا نايمين. لا لما انتوا كويسين امال انت دخلت صحتينا وقلقتينا كده ليه؟ لا يا ماما ابدا، بس اصل عمتي جت بره وبعدين ايه بقى، قالت لي يا بنتي يا ابتسام ادخلي صحي يا بابا ضروري عشان عايزاه في حاجه مهمه. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، عاوزه ايه بقى العقربه دي على الصبح؟ عقربة ايه يا كيداهم؟ ما تنسيش ان اللي بتتكلمي عليها دي اختي، يعني فهم اختك. ومالك بتقولها بالفم المليان كده؟ والنبي لو اختي لو كنت اتبريت منها. بس انا بقى مش هتبر منها. ايوه اختي ست جدعه ومكافحه، ربت بنتها لحد ما دخلتها الجامعه، يعني ربيتها احسن تربيه زي ما انت ربيتي بناتي. نعم بناتي؟ ايش جاب لي جاب يا حبيبي، على رأي المثل ايش انت في الحاره يا منخل بلطاره. ما خلاص بقى يا ماما، هو كل ما عمتي تيجي البيت هيقوم حريقه، في ايه يا جماعه؟ ما هي كده الحلنبوح، هتيجي من هنا وتجر المشاكل وراها من هنا. خلاص هطلع اشوفها عايزه ايه وامشيها على طول. خليك مع عمك، ها؟ ما تخليهاش تيجي ورايا لغايه عمتك ما تمشي، ها؟ يلا حبيبتي. اكبسك يا ماما؟ كبسيني ده ايه يا اختي؟ انت هتعطليني يا بت، اوعي اديني الروب. اوعي. حاضر يا ماما. شوف ده عاوزه ايه؟ انا غلطانه. هاتي. في تعالى بس عايزاك اقعد. الله، جاي الصبح بدري، في ايه؟ حصل حاجه؟ لا خير ان شاء الله خير. انا قلت الحقك قبل ما تنزل شغلك، اصلي عايزاك في حاجه مهمه قوي. حاجه يا روحي؟ حنان بنتي جالها عريس. الف الف مبروك، ربنا يتمم لها بخير. ويا ترى العريس ده كويس؟ المعيد اللي بيدرس لها في الجامعه، لا وايه ابن ناس قوي وساكنين في الزمالك. لا ما دام ساكنين في الزمالك يبقى فعلا ابن ناس. بس يا حنفي يا اخويا، العين بصيره والايد قصيره، وانا مش عايزه اكسر بخاطر البنت، وانت عارف ان انا ماليش غيرها في الدنيا. كلامي اللي بتقوليه ده يا روحي يا اختي، حنان دي بنتي وملزومه مني ورقبتي سداده. الهي يا رب، الهي يا رب ما يحرمني منك ابدا ويخليك ليا. اقوم انا بقى عشان تلحق تشوف شغلك. شغل ايه؟ طب افطري معانا. معلش سبقتك يا اخويا، بألف هنا وشفا. قولي لحنان ما تشيلش هم. قولي لها خالك بيقول لك فرحك وكل اللوازم بتاعتك من جنيه المليون تحت امرها. الهي ربنا يرزقك ويديك الصحه يا رب يا اخويا. مع الف سلامه الله حبيبي. يسلمك. مبروك، الف مبروك. الله. حنفي انت قاصد تتحداني؟ وحصل ايه بس كده؟ ايه يا اخويا الملايين اللي عمال تبحتر فيها دي، وما تشيليش هم يا اختي وما تعمليش يا اختي؟ ايه فنجرة البق اللي انت عمال تقولها دي؟ وحنان دي بنت اختي ملزومه مني، وايوه وانا اللي لازم اسطرها. طب يا اخويا سطر بناتي الاول وبعدين ابقى سطر بنت اختك. يا كيداهم افهميني، دول 2 ولاية ملزومين مني. ملزومين منك؟ ماشي يا حنفي، يبقى يا حبيبي بقى ما تزعلش باللي انا هعمله، مفهوم؟ طبعا. صباح الفل. صباح الفل. ها جبت اللي قلت لك عليه؟ امال يلا بسرعه، بتتلفت على ايه؟ استبينا ابوس ايدك، المعلمه لو عرفت هتعلق لي الرمانه. ايه الرمانه دي؟ يعني هتويني. ما تخافش يا حليم واجمد كده، عامل لي بس فيها رايس في الحته. يلا سلام. الف سلامه. يسترها ربنا ان شاء الله. حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي، قول اعمل ايه وياك ولا اعمل ايه ويا قلبي. حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي،
انتي بقى صافيه؟ ايوه، انت ساكنه معانا في البيت؟ انا احلام بنت عبد الحميد افندي. اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا صافيه؟ ايه يا حبيبتي اللي موقفك على السلم كده في وسط الزباله؟ تعالي اقعدي معايا جوه في النظافه. نظافه ايه يا بنت ابو شاكوش ومسمار انتي؟ ده انتوا ريحه بيتكم كلها غيره. امشي قطع لسانك، ما فاضلش غير انتي كمان وهتتنوري علينا. ايه يا جماعه في ايه؟ انتوا جيران ما يصحش كده. جيران ايه؟ ما انت سامعه يا صافيه، هي دي تعرف جيره ولا اصول اصلا؟ طب يا حبيبتي سيبنا لك انتي بقى الاخلاق والذوق، بس وبيهات العده اللي عندكم يا عينيا واطلعي صلحي لنا كام كرسي مخلعين فوق. لا ما ينفعش كده بقى، استهدوا بالله واخدوا الشيطان بينكم. انا الشيطان يا صافيه؟ دي الشيطان بعينه. لا ده كده مش هينفع. خش بس انا جوه انتي لو سمحتي. انتي احلى نطلع دلوقتي بعدين ابقى اتكلم معاكي. يلا يا اختي سلام. ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ انا ما كنتش اعرف ان لسانك متبري منك كده. اسكتي يا صافيه، عارفه لولاك انتي انا كنت مسكت البت دي عرفتها مقامها بجد. ليه؟ وانت كنت عايزه تعملي اكتر من اللي انت عملتيه ده؟ انا مش عارفه كل اللي انتوا عملتوه ده على ايه؟ على الولد اللي ما يسوى اللي اسمه شحته؟ والنبي انتوا الاتنين ما في اهبل منكم. بس عليك يا صافيه. طب بجد والله هزعل منك، ما تشتميهوش يا اختي. شوف يا اخويا البت والسهوكه بتاعتها. بقول لك ايه، خلاص بقى قفلي على السيره اللي بتحرق دمي دي. هعملك شاي معايا. تعالي مش عايزه لا شاي ولا قهوه. تعالي عايزاكي في موضوع. قولي لي الاول، الحاجه صحه اخش اسلم عليها؟ لا دي الحاجه في 70 نومه من بدري. صحتها عامله ايه دلوقتي؟ والله يا صافيه ما اخبيش عليكي، ادينا يا اختي اهو ماشيين على العلاج اللي كتبه لها الدكتور لحد بقى ما ربنا يعمل اللي فيه الخير. ربنا يشفيها لك ان شاء الله. خير يا حبيبتي. بصي يا ستي، انا ربنا كرمني واشتغلت في فرن المعلم عدوي، والفرن ده كبير وطلباته كتيره، وانا بصراحه ما بقتش قادره اصد على الطلبات دي، ولزمني حد يساعدني في الشغل، ولازم اكون بأتمنه. فانا فكرت فيكي. ها قلتي ايه؟ ربنا يخليكي يا صافيه، بس انا يا اختي ما بعرفش اعمل الحاجات اللي انت بتعمليها دي. يا ستي انا هعلمك، ولحد ما تتعلمي انا هطبق الشغل، وانت كل اللي عليك انك تقفلي ورايا، ورزقي ورزقك على الله. ها اتفقنا؟ خش ارفع كده تمام. عفارب عليكم. يلا بينا يا حليم. يلا معلمه. سلام. شده طمان. لا يا حنف، احنا خلاص قربنا نخش على طريق الوحايد. حاضر يا ابو البنات، وانا راجعه اكلمك. طب يا حبيبي، لا اله الا الله. سلام. الله 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 الله. في ايه واد؟ ايه ده يا معلمه؟ ربنا يستر. المنطقه دي عمرها ما بيبقى فيها كمين ابدا. طب اثبت، مالك مهزوز ليه؟ احنا بنعمل ايه؟ شايلين حمولة دي رايحين نوديها للمعلم حميد في طريق الوحايد. مفهوم يا واد؟ مفهومه يا معلمه، يسترها ربنا ان شاء الله. ان شاء الله يسترها حبيبي. احنا الحمد لله شغالين في السليم، عمرنا ما مشينا في البطال. عمر يا باشا. الرخص. مساء الخير يا سعاده البيت. معلمه كيداهم. الرخص. اتفضل. العربيه دي محملها ايه؟ دي نقل الدقيقة يا باشا، هنوديها للمعلم حميدة في الواحات بإذن الله. دي ايه؟ فتشوا العربيه. أوامرك يا باشا. انزلوا انزلوا. ليه كده بس؟ هو احنا عملنا حاجة غلط لا مؤاخذة؟ افتح. ونجي لك تاني. ايوه بس بسرعه يا استاذ حلمي ارجوك. عايزك تطمني، احسن من ساعه ما جت المكالمه وانا مش قادر اتلم على اعصابي. حاضر يا معلم حنفي. ايه ده بس انت ان شاء الله على حد قولك كده هي اتمسكت في كمين مرور، يعني ما كانش معاهم تصريح من النيابه، وعشان كده القضيه دي في شنك. ايوه في شنك ان شاء الله يا استاذ منتصر. اتفضل. ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. ربنا يجيب العوائد السليمه يا رب. ربنا يجيب العوائد السليمه يا رب. يا رب هات العوائد السليمه يا رب. يا رب استر. يا رب استر. لو سمحت يا حسون، ما شفتش كيدهم. كيدهم مين يا جدع؟ دي واحدة ست اتقبض عليها النهارده، جت مع واحد اسمه حليمه. طيب يبقى ما شفتهاش. امال حق كل واحد فين بس يا ربي؟ حق كل واحد فين؟ خير يا متر. ايه يا حنفي؟
مدام كيداهم مش موجوده والكلام اللي انت بتقوله ده محدش عارف عنه حاجه خالص. يعني ايه مش موجوده يا استاذ حلمي؟ هزار يا جماعه يا معلم حنفي، في غلط في الموضوع. غلط بايه يا استاذ منتصر؟ مكلماني من هنا، هكون راحت فين يعني؟ الو. ايوه يا باشا. ايوه انا هنا في مديريه الامن عند حضرتك. اروح؟ طب وكيداه؟ مش موجوده يعني ايه؟ لا 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 انا مش ماشي من هنا يا باشا. مراتي فين؟ مراتي فين؟ انا عايز مراتي. انا مش ماشي من هنا إلا لما اخد كيداهم معايا. انت فاهم ولا لا؟ انا عايز مراتي. ايه يا جدع انت بتزعل ايه؟ مراتك على الظابط. اسمها ايه مراتك دي؟ كيداهم عبد القوي. كيداهم؟ مفيش حد جايب الاسم ده النهارده. يعني ايه؟ البوليس خطفها. ايه يا راجل يا مجنون اللي انت بتقوله ده؟ يلا روح على بيتكم احسن يمين بالله بقيتك في الحجز النهارده. تقريبا يا فندم في واحد اسمها كيداهم جابوها بشقه الدعاره بتاعت المانيا. انت بتقول ايه يا مجنون انت؟ كمان عايزين تلبسوا مرات الطاهره الشريفه العفيفه قضيه دعاره. اهدى بس يا معلم اهدى، اكيد في نفس او سوء تفاهم. تفاهم ايه وسوء تفاهم ايه؟ انت سامع المجنون ده بيقول ايه؟ كيداهم الطاهره العفيفه الشريفه بيلبسوها قضيه دعاره. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حليمو 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 اصحى حليمو. احنا فين يا معلم؟ احنا في الجنة. انت شايف احنا فين؟ اتقلبنا سرقونا من الهند ومشي. هم مين دول يا معلم؟ مش عارفة مين اقول لك مين. يا نهار اسود ومنيل. هنعمل ايه دلوقتي؟ اروح فين واجي منين؟ يا نهار اسود ومنيل. لا بابايا ولا حاجة كلمة. يا فتي يا فتي ايه؟ تعال نخرج من هنا. منين؟ من هنا الطريق هناك اهو. طب تعالى استنى ما تشربش. شربتي حاجة خضرا ودماغي مش حاضرة. تاخدني معاك يا جنتلة؟ اتفضلي يا قط. ربنا يخليك نازلني على السكة. اتفضلي. حليمو. حليمو؟ حليمو مين يا شادية؟ لا حليمو ايه؟ انت صدقت؟ ده انا بهرج. اطلع اطلع اطلع. النهارده زي القشطة ان شاء الله. ان شاء الله زي العسل. يلا يا فل اطلع. يا ساتر استر يا رب. ترى انت فين يا كيداهم؟ انا في الفيلا اللي في الصحراوي انا وحليمو. انا قلبت عليك الدنيا. طمنيني والله. طيب الحمد لله اللهم لك الحمد. مستنياك تيجي تاخدني. ما تقولوش بوليس يا حنفي. لما تيجي افهمك. خلاص سيبني في حالي دلوقتي. يا نار لو اعرف مين اللي عمل فينا الملعوب ده وانا معلمه. ده انا كنت قرقشته بسناني. دول مسلكين منا الموبايلات ولاد الهرمه. ده لولا سبلت للراجل ما كناش وصلنا هنا. لا بس اللي عمل فينا الملعوب ده حد يعرفنا كويس قوي. عارف كل الخطط اللي بنعملها. محدش يعرف الملعوب ده غير رجالتنا. طب ومال؟ يبقى بينا خاين. معقوله يا معلمه؟ مش معقوله ليه يا اخويا؟ عشان احنا رجالتنا معانا بقالهم سنين والله وعمر ما حد خان. يا اخويا ما هي اللدعه ما تجيش من البعيد تجيلك من اللي قريب منك. ايوه بتبقى قرصتهم والقبر. يا ناري يا ناري لو ايدي تتلايم عليه لا امسكه كده بالزمارة رقبته واخليه عبره في وسط تجار المخدرات. يا سلام، الواحد في لبس الضباط كان 10 على 10. ايه رايكم؟ انفع اكون ظابط؟ امال يا معلمه ده انا صدقت ان انت ظابط. وانا صدقت. اوعى عياط كده من قدامي. ها ايه الاخبار؟ كله تمام يا ست الكل. فين البضاعه؟ البضاعه يالا. هو عمرك يا معلم. اتفضل يا معلم. هي دي كل البضاعه؟ البضاعه عندنا تزيد ما تنقص. ماشي. وده عرقكم في العمليه. عرقنا يالا. امسك من يد ما نعدمها يا ست الكل. ايه ده اللي بتعمليه ده؟ حد يرمي النعمه كده؟ نعمه.
بيقتل الناس وبيخرب بيوتهم. انا كان كل همي من العمليه النشف غليلي من الست دي، ده طار قديم بيني وبينها وبخلصه واحده واحده. الو. ايوه يا يوسف. ايوه انا مع الرجاله دلوقتي. طيب هكلمك لما اروح. مع السلامه. يوسف بيسلم عليكم يا رجاله. سلمنا عليه، قول له حباجه ورجالته في الخدمه. تعيش يا حباجه. وعموما احنا لسه في بينا شغل كتير قوي. ان شاء الله. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا يوسف، الجو عندك امان ولا قافل دلوقتي؟ طب انت عامل ايه؟ طمني عليك. طبعا عرقتهم وماشيين مرضيين. بقول لك ايه، خلي بالك من نفسك، انت وسط عش الدبابير. ربنا يحوط عليك يا حبيبي ويحميك يا رب. ماشي حبيبي، مع السلامه. الحمد لله على السلامة يا حلو. بابا وماما رجعوا؟ لا ما رجعوش، حظك حلو. ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا هانم؟ انت هتفتحي لي محضر؟ كنت مع اصحابي. صحابك؟ مش خايفة حبيبتي ماما وبابا كده اللي يرجعوا بدري ويكتشفوا انك بره ويخلوا وقعتك مهببة؟ وهي من امتى هي ولا بابا كانوا بيرجعوا بدري؟ ما كل يوم بيرجعوا وش الصبح. وافرضي بقى ان شاء الله على حظك الاسود كده رجعوا بدري واتقفشتي. لا ما تقلقيش، ما انا عندي نضرج بيقول لي الاخبار. وده مين بقى ده ان شاء الله؟ الواد حليمو. بتقولي مين؟ ايه يا بت اتطرشتي؟ حليمو. وانتي علاقتك بحليمو يعني؟ علاقتي ايه يا بت؟ انتي اتهبلتي؟ انا هبص الواد جربوع زي ده؟ كل الحكايه لو ماما او بابا كانوا راجعين بدري بيديني رن على الموبايل وبعد كده بشوفه بقرشين. على بالك على بالك. شكلهم جم، اخش اغير لما ما تشك في حاجه. اتفضلي يا حبيبتي. زيد فضلك يا اخويا. الحمد لله على السلامة يا ماما. الله يسلمك يا بسبوسه. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازيك يا بابا؟ الحمد لله يا بنتي. مالك يا ماما؟ لا ابدا يا حبيبتي، مفيش حاجه. في ايه يعني؟ مفيش، اصلا تعبت في الشغل النهارده جامد قوي، عشان كده تلاقيها تعبانه شويه. سلامتك يا حبيبتي. تسلمي يا حبيبتي. ايه اخواتك ناموا ولا ايه؟ كريمة اتعشت ونامت من زمان قوي. نوم العوافي يا حبيبتي. يا حبيبتي يا ماما الحمد لله على السلامه، وحشتيني قوي. اهلا. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا عامله حبيبتي. ايه؟ الحمد لله. ازيك يا بابا؟ الحمد لله. ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ انت مش عندك كليه بكره الصبح؟ عندي بس متاخر. صحيح. انت ما نمتيش بدري ليه؟ وبعدين وشك دبلان، انت ما بتناميش كويس ولا ايه؟ لا بنام كويس، انا داخله انام بقى. تصبحي على خير. وانت من اهل. وانت؟ الله، مش هتنامي ولا ايه؟ انا بس ورايا ايه يا ماما؟ يعني وراك ايه؟ انت زعلانه؟ انا زهقانه يا ماما. طب زهقانه ليه؟ حاطالك العربيه وبتسوقوا تحت البيت، ما بتاخدوش وتلفوا مصر كلها تتفسحي ليه وتغيري جو؟ هو انا يا ماما ما ينفعش انزل يعني غير والسواق ده فوق دماغي؟ الله، وهو السواق مضايقك في ايه بس؟ عايزاه يا ماما مش مضايقني ولا حاجه، بس عندك امينه اهي بتنزل لوحدها وبراحتها. معلش يا حبيبتي، من ساعه ما جالك غيبوبه السكر وانا بخاف عليكي، على الاقل يبقى جنبك يطمني لو حصل حاجه، ربنا لا يعودها حبيبك النبي. يا حبيبتي ما تقلقيش عليا، انا طول ما انا باخد دوايا في ميعاد ومظبطه اكلي عمري ما هيجرى لي حاجه وحشه باذن الله. عشان خاطر امك. بعد الشر عليكي من كل وحشه. وبعدين بقى خش يا بسبس بقى، سيب امك شويه ترتاح. حاضر يا بابا. يلا حبيبتي تصبحي على خير. سيبي نهله. نوم العوافي يا قلبي. ربنا يخليكوا يا اولاد يا رب. يا رب. وانت مش هترتاحي؟ لا مش عايزه ارتاح، كفايه الراحه اللي انا فيها. اتفضل خش انت نام. يستحسن برضه. انا هتجنن خلاص. بقى
المعلمه كيداهم يتعمل فيا مغرز زي ده؟ شويه عيال صيه يلهفوا مني البضاعه ويرموني بين الحياه والموت في الصحراوي؟ ورحمه امي لا خليهم عبره للي يسوى واللي ما يسواش، هخليهم يندموا على اليوم اللي اتخلقوا فيه. كيداهم مش لما نعرف الاول العيال دول مين اصلا؟ هنعرفهم يا معلم حنفي، انا هيبقى واغطس لغايه ما اجيب قرار الموضوع دوت. وبعدين لا مؤاخذه انا معلمين البضاعه اللي اتسرقت دي مش مصيرها تظهر وتتباع كده في السوق. ساعتها سهل قوي نعرف مين اللي عمل فينا المغرز دوت. عندك حق يا واد يا حليم، بس في طريقه اقصر من ده. طريقه اقصر ايه؟ المحور ولا الدائري؟ ما تقول العود استراد بالمره عشان تكمل في شتك العايمه دي. اه ده اللي انت شاطر فيه، انك تتريق عليا. بقى راجل مش همك ان مراتك كانت مرميه الرميه السودا دي وكنت هروح في شربة ميه بين الحياه والموت؟ الكلام اللي بتقوليه ده انا ما كانش يهمني، ده انا جنبرج من دماغي هيطير وما رضيتش اكل. صحيح يا معلمه، الولا شحت قال ان المعلم كان مخضوض عليكي. معلش يا معلم. لا انا زعلان. لا معلش. خلاص يا حبيبي ما تزعلش، مش كل حاجه تاخدها على صدرك كده. الله بهزر معاك يا معلمه. ده كده. المهم عايزين نعرف ازاي نوصل للعيال دي. اسمع يا حليم. وانا كمان اسمع. طبعا انت قبل منهم. انا مش هاممني البضاعه اللي اتسرقت قد ما هاممني مين اللي ضربني المهموس ده، وايه اللي عرفهم ان انا بدفس البضاعه جوه الدقيق. قصدك ايه يا كيداهم؟ قصدي ان في خاين في وسطينا وانا لازم اعرف مين الخاين ده. صحيح يا معلمين، ازاي العيال اللي طلعوا علينا دول كان عندهم علم بكل اسرار شغلنا؟ لا يا كيداهم، الله ما كل التجار عارفين ان احنا بندفس المخدرات جوه الدقيق. ايوه بس مش عارفين الخطه، وان الوقت ده هكون في طريق الواحات. والله عندك حق يا كيداهم. طب وبعدين؟ احنا هنعمل خطه والخاين هيقع، بس الموضوع ده ما يطلعش عننا احنا التلاته. ولا شحت يا معلمه ما نقولوش. ولا امي لو طلعت من التربه يتقال لها، وعلى راي المثل حرص ولا تخاوي. بس الولا شحته من زمان معانا يا معلمه وسره كله معانا. وماله يا حبيبي؟ هو لو حد اشتراه بالقرش هيقول لك عن اذنك؟ انت شاكه انا يا معلمه ان يكون حد لعب في دماغه؟ عدوي ناشف. ناشف ايه وطريق ايه يا معلمه؟ الله ما المعلم عدوي معانا طول عمره، اشمعنى النهارده بس هيأذينا؟ انا لسه ما اتاكدتش، بس من يوم ما حطني في دماغه وزعق وشغل البت اللي اسمها صافيه دي عنده وانا مش مستريحه له. بس ورحمه امي اللي بقرا عليها الفاتحه، لو كان هو ورا الموضوع لا اقرا عليه هو كمان الفاتحه. ايوه حاضر. ايه ده صافيه؟ ازيك يا حبيبتي؟ وحشتيني. اتفضلي يا قمر. يزيد فضلك. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه الحاجات الحلوه دي كلها؟ اعمل لكم ايه؟ ما انتوا بقالكم مده ما بتنفعونيش، قلت اما اجي بقى ادوقكم الاصناف الجديده اللي انا عاملاها. تسلم ايدك يا قمر. اهلا يا اهلا يا اهلا. والله وفيتي الخير يا صافيه. اهلا يا ست الكل، ازاي صحتك؟ ده انت اللي ست الكل وست البنات كلها. اقعدي يا حبيبتي. ايه ده كله بس يا صافيه؟ لازمته ايه يا بنتي؟ دي هديه بسيطه كده على قدي، معلش مش قد مقامكم يعني. بسيطه ايه؟ ده كتير قوي يا صافيه بجد. تسلم ايدك. يعني صح ان انا ما اقدرش انسى اللي انتوا عملتوه عشاني. انتوا كنتوا كل يوم بتشتروا مني عشان تنفعوني في الوقت اللي الناس كلها كانت خايفه من حاجتي، لما اولاد الحرام دول طلعوا القطط الفطسانه في اكلي. عارفه يا بنتي يا صافيه، تلاقي اللي ورا الموضوع ده اللي تتشك في قلبها اللي اسمها كيداهم، وتلاقيها هي برضو اللي بلغت عنك البلديه. والله يا ست روحيه، ده لولا المعلم عدوي ووقفته جنبي عشان صعبت عليه انا مش عارفه كان جرالي ايه. بصراحه ربنا المعلم عدوي ده راجل جدع وشهم، بس كمان حنف اخويا جدع وشهم زيه، لولا الوليه دي واقفاله ومنع عنه فعل الخير. انا فعلا حسيت ان المعلم حنفي طيب قوي، ما يتخيرش عنك يا ست روحيه. والنبي انت اللي قمر وعسل وست الستات. قولي لي بقى، الوليه اللي اسمها كيداهم دي هدت اللعب معاكي ولا لسه قرشه ملحتك؟ ده انا كل يوم الصبح بقوم من النوم بقول يا ترى النهارده انا ويالي على ايه. الله 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 الله، انت كنت هنا في بيتي يا بنت بتعملي ايه؟ انا ما كنتش في بيتك يا ست كيداهم، انا كنت عند ست روحيه، وعلى راي المثل داخل بيت عدوك ليه؟ قال اصل حبيبي فيه. عدوك ده ايه يا بنت الملدنه اللي تتوجع في قلبك
وكنتوا بتنغربوا لي بقى وتحفروا لي في ايه انت والحلنبوحه روحيه. وانا بيني وبينك ايه عشان احفر لك؟ الست روحيه كانت طالبه مني حاجات وجيت اجيبها لها بس. بقول لك ايه يا بنت انت اللي ما تسمي. لا يا حبيبتي هي مش وكاله من غير بواب. البيت ده ما حدش يخش الا لما ياخد اذن مني، مش تقولي لي روحيه وزفت. يا ست كيداهم، هو احنا مش اتصالحنا والصلح خير؟ انت ليه بس قرشه ملحتي؟ ده من جاب بيتك جاب الحق عليك. يا نعمه يا غريبه، كل بعقل حلاوه يا بنت. بقى عاوزه تفرجي عليا خلو وتتخانقي معايا بزفه وتيجي تصالحيني هنا في عطفه؟ ليه يا حبيبتي؟ ده بدل ما تتكشفي على دمك وتقولي يا حيطه داريني جايه تبجحي معايا عيني عينك. هقول لك ايه، ربنا يسامحك. الله 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 الله، هي البت دي مكلمني بالبرود ده كده ليه؟ ده هتجيب لي سكته قلبيه. الله، بتبصلي البصه دي ليه؟ كاني قتلالها قتيل. وانت يا روحيه جايالك عشان يبقى يومك طين. ايه ده في ايه؟ يا ساتر يا رب، في ايه؟ في حاجه دول؟ فين امك يا بت؟ لا يا كيداهم، انا بنتي ما يتقلهاش يا بت، انا بنتي يتقلها يا استاذه حنان. بقول لك ايه يا ولايه حلنبوحه، انت تتلمي عني لحسن انا المك بقى بطريقتي، مفهوم؟ تلمي مين يا ولايه؟ جرالك ايه يا كيداهم؟ داخله يا حبيبتي عماله تتفردي وتتاني، هو في ايه؟ شغل الحل احوش بتاعك ده ما ياكلش معايا، يعني مش كل واحد يبقى عدوي تفضلي تتمحلسي عشان تعملي له حبيبه. انتي قصدك على مين بالكلام ده؟ قصدي اللي ما تسمى اللي اسمها صافيه، كانت هنا ببيتي بتعمل ايه؟ وانت مالك انت؟ مالك انت داخله بيتي ليه؟ حطها فوق راسك وزعق ليا كيداهم، ما الحته كلها عارفه انك مش طايقاها وعايزه تقطعي عيشها. بقى انا المعلمه كيداهم هحط راسي براس بنت زي دي؟ ده انا لو عملت لها كده هطردها بره الحته كلها. يا وليه حرام عليكي بقى، يا وليه بطلي افترا، ده انت عندك بنات، ما انتش خايفه على بناتك؟ انت كمان بتفولي على بناتي؟ طبعا من كده هتموتي بالبنات في الطالعه والنازله. هنكد ليه يا حبيبتي؟ ليه؟ ما عنديش بنات؟ ده انا عندي بنت زي فلقه القمر ومتعلمه وبكره تبقى استاذه في الجامعه ومفيش حد زيها. يعني انا اللي بناتي قاعدين في البيت قصر الكلام يا وليه؟ انا بقول لك اهو، لو البنت صافيه عتبت ناحيه بيتي مره تانية هشيلك انت والمخفيه بنتك دي وشويه الكراكيب بتوعك دول واخلي الرجاله بتاعتي يرموكوا في الشارع. لا 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 لا، انا بقى ما بقاليش كلام معاكي، انا ليا كلام مع اخويا، مع جوزك الراجل. جوزي ده ايه السحانه في ده؟ ده شربة خرج يا وليه. لازم تعرف ان البيت اللي انت مرزوقه فيه ده بيتي انا، والفلوس اللي بيصرفوا عليك السحانه فيه تبقى فلوس المعلمه كيداهم يا حبيبتي. مساء الخير يا حنفي. مساء الخير يا روحية. خير يا اختي، في حاجة؟ كنت عايزاك يا اخويا 5 دقايق بس، ممكن؟ أوي أوي. من عينيا. بنت تقربي يا اختي. تعالى بقى. أوي أوي. خشي يا اختي. اهدي يا روحية وفهميني ايه اللي حصل. كيداهم يا اخويا جت هنا واتهجمت عليا انا والبيت، سمعتني كلام عمري ما سمعته في حياتي، دي مسحت بينا البلاط وبتقول كمان. بتقول ايه؟ اتكلمي. بتقول يعني ان الفلوس اللي انت بتصرفها علينا يعني دي مش فلوسك لا مؤاخذه، دي فلوسها هي، والبيت ده بيتها هي، وانها هتجيب رجال عشان يرموني انا وبنتي وعفش بيتي في الشارع. هي قالت كده؟ ليه؟ ليه؟ مالكيش اخ يا حمى يدافع عنك؟ لا بصراحه ماليه. امال انا رحت فين؟
ما هو انا لا مؤاخذه ما اقدرش اقول لك يعني الكلام اللي بتقوله عليك. وقالت ايه كمان يا روحيه؟ قالت يا اخويا كلمي. اسم الله على مقامك يعني. قالت انك انت شرابة خرج، يعني مالكش كلمة في البيت، هي الراجل كلمة كلمتها والشرة شرتها. ولا مؤاخذة قالت كمان طبعا. يا حصلت طبعا. طيب يا كيداهم، هي انا يا انتي، بس قولي لي ايه يا روحيه، ايه اللي غلطتيه علشان الفك المفترس ده يعمل معاكوا كده؟ ده كلام برضو بعد كل اللي قلتهولك تقول انا اللي غلطت في ايه؟ طبعا يا بنت كل ما اقصر واحد تاخديها من ايدي. لا شرفت يا سبع البرومبا. يا حصلت يا كيداهم، عايزه تطردي اختي وبنتها وترميهم في الشارع وانا عايش؟ امال لما اموت هتعملي فيهم ايه؟ حاسب بس لو طاقلك عرق يا راجل، مالك طالع من فوش ريشك كده ليه؟ ايه مالتك العقربه كلام مني ولا ايه؟ طب قولي لي انت، الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ حصل، بس ما عرفتش حصل ليه وعشان ايه؟ جريها كيداهم. الله، انت عايزانا نحجر عليهم في شقتهم ونقول لهم مين اللي يجي لهم ومين اللي ما يجيلهمش؟ وبعدين فضك من حكايه البت اللي اسمها صافيه دي، حطها في دماغك ليه؟ دي بنت غلبانه وجايه تسترزق، هتعملي راسك براسها يا معلمه يا كبيره. اديك قلت يا معلمه يا كبيره، انت هتحط راسي براسها؟ صحيح يا ماما، انت مالك ومال صافيه دي اكلها حلو قوي. اكلها حلو قوي يا ماما، قومي خليها اكلم مع ابوك كلمتين قومي. نعم دي اكلها حلو والتانيه بنت غلبانه. هو ايه فيها كيداهم؟ ايه اللي مزرزرك كده بس؟ مش عارفه، قلبي بيقول لي اللي ما تسمى دي ورا الملعوب اللي حصل لي. التخريف اللي بتقوليه ده بقى البنت العيله دي تبقى ورا كل اللي حصل؟ الله، وبعدين هي تعرف منين ان احنا بنتعامل في الصنف؟ البت دي من ساعه ما جت الحته واحنا حالنا كله اتقلب ومش عارفه ليه. صدفه يا كيده. فضك بس من سيره البت دي وخلينا نركز دلوقتي مين الخاين اللي بينا ومين اللي عمل الملعوب ده. اسمعي كلامي، يلا بقى اسمعي كلامي وانزلي الاتنين الولايه دول استرضيهم. ولولوا عليك ساعه وسكتوا. انت مش مكسوب على دمك يا راجل انت؟ بدل ما تقول لهم اطلعوا جوز الولايه بتوعك دول يعتذروا لمراتك، جاي تقول لي انزلي لهم. اسمع يا حنفي، ما تزعلش مني يا حبيبي، ده اخر انذار بقوله لك انت وجوز الولايه بتوعك. ما تزعلش بقى من اللي هيحصل مني، سامعني؟ طبعا. وحشتينا يا بت. انت كمان وحشتني يا حبيبي. انا نفسي افهم بس لامتى هنفضل نتقابل كده زي الحراميه؟ طب قولي لي انا اعمل ايه؟ ما انا خايف اتجرأ واطلب ايدك، ساعتها مش عارف المعلمه ممكن تعمل معايا ايه. هتعمل ايه يعني يا حليم؟ ده انت دراعها اليمين، هي عمرها تستغنى عنك. يا بت فوقي، انت فين وانا فين؟ يعني انت جاي حليم ودلوقتي تقولي انت فين وانا فين؟ يعني انت الفتره اللي فاتت دي كلها كنت بتلعب بيا؟ فهميني يا بصبص، انا خايف المعلمه تعرف، هتفرق بيني وبينك. طب والعمل؟ انا مش عارف بقى ايه العمل، بس لازم يكون في حل، لازم. برافو عليك يا سناء، ده انت حابه كمان وهتبقي بريمه. انا ما كنتش متصوره ان انت تتعلمي بسرعه كده. البركه فيك انت يا صافيه، انت يا اختي اللي حببتيني في الشغلانه وعشان كده انا ركزت واتعلمتها بسرعه. لا ولسه، كل ما هتتعلمي اكتر هتحبيها اكتر وهتتقنيها. بقول لك ايه، اخبار الولا شحته ايه؟ ما خبيش عليك يا صافيه، الواد يا اختي بقى لي كذا يوم مش عارفه اتلم عليه، ولما اكلمه في التليفون يقول لي معلش سيبيني اليومين دول اصل عندي مشاكل. مشاكل ايه؟ انا عارفه، اهو بيقول عندهم مشاكل في الشغل والمعلمه عامله لهم طوارئ. طب قولي لي، وما حكالكيش ايه اللي حصل؟ اهو اللي فهمته منه يا اختي ان المعلمه كانت داخله عمليه وخسرت فيها كتير. عمليه ايه؟ انا عارفه، باين لها كده عمليه دقيق قمح، الله اعلم. بقول لك ايه يا بنت يا صافيه، هو انت يا اختي مش حاطه عينك على حد كده ولا كده؟ حد مين؟ يعني حد زي فؤاد زعتر. فؤاد؟ لا يا اختي، انا ما فيش بيني وبين فؤاد اي حاجه غير انه راجل شهم وبس. فؤاد والمعلم عدوي الله يسترهم،
هما اللي وقفوا جنبي من ساعه ما رجلي خطت الحته هنا. بس انا بقى مش شايفه كده. مش شايفه كده يعني ايه يا اختي؟ يعني شايفه كده كلام حلو، استلطاف، همسات، حركات يعني. لا يا اختي مفيش حاجه. لو كان في حاجه كنت هحكي لك انت اول واحده. انا ماليش صاحبه غيرك يا سناء. وانتي كمان غاليه عليا قوي، وربنا وحده اللي يعلم معزتك عندي يا صفيه. الا قولي لي اخبار البت احلام ايه؟ يا اختي قطعت وقطعت سيرتها. لسه برضو عينها من ولا شحت. ما هو ده اللي مخوفني يا صفيه. حاسه ان الواد كده بيقفلم عليا بالكلام اللي بيقوله لي ده، وشكله اتلم على البت اليومين اللي فاتوا. يبقى يا اختي انت مش ماليه ايدك منه خالص. مش قصه ماليه ايدي ولا مش ماليه، انا خايفه بس اصل الزن على الودان امر من السحر. شوفي لو بيحبك بجد عمره ما هيبص لواحده تانية مهما تعمل. عندك حق يا صفيه، بس بصي انت مهما حصل برضه تبعدي عن البت دي خالص ومالكيش دعوه بيها. وانت يا اختي يعني شايفاني قاعده جنبها للنهار؟ انا كل اللي بيني وبينها صباح الخير صباح النور. صباح الفل يا رجاله. صباح الفل يا ريس فؤاد. الو، ايه انت فين؟ ما جيتيش ليه؟ ايه ده في البيت ليه؟ انت تعبانه ولا ايه؟ طبعا قلقت عليكي. وانت مش عارفه معزتك عندي بقت قد ايه؟ طيب يلا تعالي بسرعه بقى عشان مستنيين. ما انا خلاص ما بقتش اعرف اشتغل من غيرك دلوقتي. وانا كمان يا فؤاد، طول ما انت مش جنبي مش حاسه بامان. ما بحسش اني مبسوطه ومطمنه الا وانا معاك. طيب يلا بقى ما تعطلنيش، عايزه انزل. لا اتاخرت قوي النهارده. طيب مع السلامه. يا اهلا وسهلا. أهلا ازيك يا مدام بيك. كده؟ منوره الدنيا. الله يا ارض يخليك. فاصل عليك. أهلا يا اتفضلي يا مدام. فندم. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اهلا بيك، اتفضلي. اهلا بيك. ده ايه النور ده؟ ده نورك يا اخويا. قلت ما بتسالش، قلت جاي اسال انا. ياه ده كلام. وانا اقدر برضه يا ست الكل، ما اقدرش استغنى عنك ابدا. ربنا يخليك، ولا احنا كمان. بس انت عارفه بقى يعني الفتره اللي فاتت دي كنا في مشاكل فظيعه. والله يا شيخه ومالك عليا يمين، انا ما كنت بدخل بيتنا الا بعد نص الليل. ربنا يعينك، ومقدره المجهود اللي انت فيه، بس انت قدها وقدود. ده انت مفيد بيه على سنه وروح، بسم الله ما شاء الله. ها ايه الاخبار؟ مش كله تمام؟ بصي بقى يا ست الكل، كل حصص الدقيق بتاعت محلات كيداهم انا متابعها بنفسي. اظن بقى ما فيش اي مشكله. طبعا ده الرجاله بتوعك قايمين بالواجب وزياده. طبعا بحسك، ربنا يخليك لينا. هم يقدروا يعملوا حاجه من غير اذنك؟ الله يخليكي ويبارك لك. ها اخبار الاستاذ حنفي ايه؟ بيسلم عليك. بس انا كنت جايه لك في حاجه، مش عارفه بقى هتعملها لي ولا تكسفني فيها دي. لا اكسفك ده كلام، ده لا عشت ولا كنت، ده انت تأمريني. ربنا يخليك، ما يمرش عليك عدو. في واحد عندنا في الحته اسمه عدوي الناشف، فتح فرن هناك عندنا. الحقيقه يعني مش واخد بالي منه قوي. ماله يعني ماله؟ لا ابدا، اصل الراجل ده مدبقني كده في الطلعه والناس ده، شغال لي في الازرق يعني. فكنت عاوزاك تقرصه قرصه من قرصاتك الحلوه كده من ودنه، عشان يخف الحمل عننا شويه. اقرصه من ودنه ازاي يعني؟ يعني تأخر له حصة الدقيق شوية، شويتين، 3 4 5 من قرصاتك الحلوة دي. انت قدها وقدود. بس كده؟ يا سلام، ده انت تأمريني. غالي يا ستي وطلب رخيص. ده انا هلعبهولك على الشناكل، ده انا هخليه يقول له حق برقبتي لحد ما يتعدل معاكي ويعرف ان الله حق. يا اخويا ربنا يخليك لينا وما يتحرمش منك ابدا يا قادر الكريم. الله يخليكي. ها قلت لي اسمه ايه بقى؟ اسمه عدوي الناشف.
يا معلم كفالة الشر. ايه انت تعبان ولا حاجه يا معلم؟ لا ابدا، رحت استلم حصتي بتاعت الدقيق من التموين، قالوا لي مفيش. مفيش ازاي؟ انا عارف، قالوا في ازمه في الدقيق وعدى عليهم كمان اسبوعين. الله الله. طب وبعدين والعمل؟ ده احنا ما عندناش دقيق يكفي اسبوع واحد. العمل عمل ربنا بقى. تفتكر يا معلم ان الموضوع ده مقصود؟ اكيد. انا فوت على زمايلي اللي عندهم مفران وسالتهم، كل واحد اخد حصته. اشمعنى انا يعني؟ والله يا معلم انا حاسس ان الموضوع ده فيه ان. انا كمان حاسس نفس الاحساس اللي انت حاسه ده يا فؤاد. انا متهيألي كده ان ورا الحركه دي اللي اسمها كيداهم. الست دي مش ناويه تسيبني ابدا في حالي. طب ما تروح لها يا معلم، ان شاء الله حتى تشتري منها الدقيق، بس سايسها كده وخدها بالليل. استثقل ان انا اروح لحد عندها، انما اعمل ايه بقى؟ اروح اشوف ميتها ايه. يلا نشوف شغلنا حلال حلال. معلم عدوى يا معلمه. اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا معلم عادل. يزيد فضلك. خير ان شاء الله. استغفر الله العظيم، مش باين انه خير يا معلمه. ليه بس كفالة الشر؟ هو في ايه؟ النهارده رحت التموين علشان اقبض حصتي في الدقيق، قالوا لي مالكش. الله، ازاي مالكش؟ وعملوا معاك كده ليه؟ والله ما انا عارف يا معلمه، عشان كده انا جيت لك دلوقتي اسالك اذا كان عندك دقيق ما انتش عايزاه. انا مستعد اشتريه بالثمن اللي تأمريني بيه. ولا يهمك يا معلم، عيني دي قبل عيني دي، ده احنا ولاد حته واحده، وزي ما بيقولوا المليان يكب على الفاضي. تعيش يا معلمه. بس انا ليا طلب صغير عندك. تأمريني. البت اللي اسمها صافي مالها؟ عايزك تطردها من عندك. يا معلمه اللي بينك وبين البت دي زي ما يكون بينك وبينها طار بالظبط. طار؟ كيداهم. اوعى تكون انت عامله الملعوب بتاع الدقيق ده عشان تلوي دراعي وتخليني اطرد البت. الله، هو ده جزاتي ان عايز اقف جنبك واساعدك؟ خلاص يا معلم، مفيش دقيق، ومطرح ما تحط راسك ابقى حط رجليك معاه. كده برضه يا معلمه؟ وماله، بس يكون في علمك عدو الناشف عمر دراعه ما يتلوي. والفرن بتاعي ده انا لو قفلته بالضبه والمفتاح، انت عارفه كويس قوي ان ربنا ساترها عليا، هعيش طول عمري مش محتاج لمليم.